يا اهلا باقوى ناس في قناة اقوى افلام. فيلمنا بيبدأ مع سونيك وهو بيجري من الدكتور ايجمان في شوارع امريكا، وبنكون مش عارفين ايه الهدف من المطاردة دي، وبنشوف سونيك وهو لسه صغير وبيجري في العالم بتاعه اللي بيكون جزيرة معزولة في وسط البحر، وبيكون عنده قوة خارقة اتولد بيها، وده اللي بيخلي الاشرار طمعانين في السيطرة عليه وعلى قوته. ولما بيوصل للبيت المربية بتاعته لونج كلو بتقول له تاني انت لا سونيك ما بتفهمش ولا في دماغك، ما تستعرضش قوتك دي عشان الكل هيطمع فيها وهيأذوك. فبيقول لها عيب عليك يا حاجة، ما تقلقيش الامن مستتب ومحدش شافني وانا بجري. وبيكون لسه هيكمل كلامه وفجأة بيهجم عليهم مجموعة من الاشرار المقنعين، ولونج كلو بتقفل الباب بسرعة قبل ما الاسهم تخرم سونيك، وبتاخده وبتحاول تهرب بيه، وبيحصل بينها وبين الاشرار المقنعين مطاردة، واللي بتنتهي بانها بتاخد سهم في جنبها وبتقع على الارض، وبسرعة بتستعمل خاتم بيفتح لها بوابة لعالم تاني، وبتطلب من سونيك انه لازم يروح العالم التاني ده علشان يكون في امان من الاشرار، وبتديله كيس من الخواتم يقدر يستعملها في التنقل لاي مكان وقت الخطر. ولما بيرفض بتدخله جوه غصب عنه، ولما بيحاول يرجع لها بسرعة البوابة بتتقفل، وبنعرف انها ضحت بحياتها علشانه. وبيعدي 3 سنين على الموقف ده، وبيكون سونيك عاش في مدينة اسمها جرين هيلز، وكانت من اكتر الحاجات اللي كان بيسلي بيها يومه هو ان كان بيحب يهزر مع الضابط توم اللي بيكون ماسك رادار السرعة في ايده. من الملل بيقيس سرعة سلحفة بتعدي الطريق، وسونيك بيعدي من قدامه بسرعة ولكن مش بيشوفه، ولما بيبص على الرادار بيكتشف انه سجل 269 كيلومتر في الساعة، انما سونيك مش بيعجبه الرقم ده، وبيعدي تاني بسرعة والجهاز بيسجل 300. فبيتبسط سونيك انه كسر الرقم القياسي بتاعه لاخر مرة، والضابط بيفتكر ان جهاز قياس السرعة اللي معاه باظ، وبيطلع يبص بره ولكن بيشوف شوكة شكلها غريب واللي بتكون وقعت من جسم سونيك وهو بيجري. وبيكون سونيك عاش ال3 سنين دول في المدينة متخفي وبيراقب سكان المدينة من بعيد لبعيد، وكان حبيبهم جدا. وبتكون في عربية هتخبط السلحفة فبينقذها سونيك، وبيقول لها بقى انا هخليك تجربي تجربة عمرك ما كنت تتوقعي انها تحصل لك، وبيجري بيها بسرعة، والسلحفة بتكون مبسوطة من الفسحة دي، يعني مش قوي يعني. وبعدها بيرجع للمخبأ بتاعه واللي بيقضي فيه اغلب وقته من تمرين وقراءة ولعب، وهو بيلعب بيوقع كيس الخواتم، وبيبدأ يفتكر لونج كلو لما ضحت بحياتها علشانه، وكمان بيفتكر وصيتها اللي بتقول فيها لو اتعرض للخطر يروح لأي كوكب تاني أمان، وبيكون من أأمن الكواكب دي هو كوكب المشروم، أظن باين من اسمه يعني، كوكب كله متغطي بفطر المشروم العملاق، ولكن هو بيكون مبسوط بوجوده في المدينة وحاسس بالأمان. وبالليل بيحب يعمل مقلب في واحد من سكان المدينة في المزرعة بتاعته، واللي بيكون متأكد إن مفيش حد هيصدقه. وفعلا الراجل العجوز بيروح مركز الشرطة والكل بيتريق عليه وبيقولوا إن مخه فوت. وسونيك مع إنه بيمتلك قوة خارقة مش موجودة عند حد ولكنه بيحس بالوحدة، فبيروح يتفرج على مجموعة من الولاد وهم بيلعبوا بيسبول، وبيتمنى إنه في يوم من الأيام يقدر يلعب معاهم، بس بيفتكر إن صعب حد يتقبله وأكيد الكل يا هيخافوا منه يا هيستغلوه. فبيستنى لغاية ما بيمشي وبيبدأ هو يلعب مع نفسه، بمعنى إن هو اللي بيحدف الكورة وهو اللي بيستلمها، عمل فريق كامل لوحده. بس برضه بيحس بالوحدة وبيتضايق جامد، وبيفرغ غضبه الزايد في الجري بأقصى سرعة ليه في الملعب، ومن سرعته الزايدة بيقدر يعمل حقل مغناطيسي قوي، وبيتسبب في انفجار كل الإضاءات اللي موجودة في المكان، وبيتقطع النور عن المدينة بالكامل. وفي نفس الوقت توم بيتفاجئ إن الشوكة اللي معاه بتنور جامد، وبيكون مش عارف إيه السبب في كده. وفي مكان تاني بيحصل اجتماع مفاجئ لكل القيادات، واللي بيصرح فيه العقيد إن حصل انفجار مغناطيسي قوي في البلد، وأكيد إن الموضوع ده متدبر ليه. وباقي الضباط بيقولوا مش ممكن يكون اللي حصل ده هجوم إرهابي، ولكن العقيد مش بيقتنع، وبيعرفهم إنهم للأسف هيضطروا إنهم يحتاجوا للدكتور إيجمان، وده بقى عالم مجنون وهو الوحيد اللي يقدر يجيب التيتا والسبب الانفجار. وبيوصل الدكتور إيجمان للمكان اللي فيه الانفجار، وبيستعرض عضلاته على قائد الجيش اللي موجود هناك، وبيقول له ما كنتوش بتسألوا عليا زمان، دلوقتي احتاجتوني، دلوقتي بقت البريمة. وبيطلع الدرونز اللي بتقدر تعمل مسح للمكان بالكامل، وبيقدر يكتشف ان في اثر لقدم كائن غريب مش تبعنا، يعني اللي هو ولا انسان ولا حيوان. وسونيك في الوقت ده بيكون عارف ان الحكومة بالعالم المجنون بدأوا يدوروا عليه، وعاجلا ام اجلا هيقدروا يمسكوه. فبيجيبها من قصرها وبيلم كل هدومه، وبيروح للجراج بتاع توم، وبيرمي الحلقة اللي هيتنقل بيها لكوكب فطر المشروم. بس قبل ما يعمل كده بيدخل عليه توم، وبيتصدم سونيك وبيقول له مساء الخير، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ فبيخاف منه وبيضربه بحقنة مخدرة بتفقده الوعي، وهو بيقع خلاص بيقرا كلمة سان فرانسيسكو اللي بتكون مكتوبة على التيشيرت بتاع توم، فبتتفتح البوابة وبتقع منه كل الخواتم فوق ناطحة سحاب في سان فرانسيسكو، وبيغمى عليه. ولما بيفوق بيلاقي توم حبسه في قفص عصافير، فبيقول له انت مش لاقي غير قفص عصافير تحبسني فيه؟ شايفني بصوصو انا انفد يا عم الحاج. فتوم بيتصدم لما بيلاقيه بيعرف يتكلم زينا،
ولما بيهدى بيقول له انا مش هسألك انت ايه وبتتكلم ازاي، انا هسألك سؤال واحد بس، انت كنت بتعمل ايه في المخزن بتاعي؟ فبيقول له سونيك بكل اختصار لانه مكان امان، وبعدين انا كنت براقبك الفترة اللي فاتت وعارف انك كل فين وفين لما بتنزل المخزن، حبكت بقى انك تنزل دلوقتي وتعمل العبط اللي انت عملته ده. وفي وسط كلامهم بيشوفوا الاتوبيس بتاع دكتور ايجمان بيقرب عليهم بعد ما اكتشف ان في اثار رجلين سونيك في حديقة توم. فسونيك بيقول لتوم بيدوروا عليا، انت لازم تساعدني يا توم. فتوم بيقول له انا مالي يا عم، اخبيك ليه ولا اساعدك ليه؟ فسونيك بيتحول عليه وبيقول له ده بسببك وقعت كيس الخواتم فوق ناطحة سحاب في سان فرانسيسكو، لو كمان الحقنة اللي انت رزعتها لي في رجلي مخلياني مش قادر استعمل قوتي الخارقة ولا اجري حتى اشوف يا عمود يا فقري. ويقول له خلاص مصدقك والله. وفعلا توم بيساعد سونيك وبيخبيه في مخبأ سري تحت البيت، وبيطلع لدكتور ايجمان بيقول له في حاجه اخ. فالدكتور بيقول له اثر يا توم، اثار الكائن موجوده في الحديقه عندك. فتوم بيترب كده ومش بيرضى يدخله البيت، فبيدخل الدرونز بتاعته وبتبدا تدور على سونيك بالاشعه، وسونيك بيقول ما بدهاش بقى وبينط من ما بين الكور اللي كان مستخبي وسطها وبيحاول يهرب. ولما الدكتور بيسمع الصوت بيزق توم وبيدخل البيت بسرعه، فبيلاقي راكون بياكل وبيفتكر ان هو اللي عمل الصوت. ولما بيكون خلاص هيمشي بيشوف شوكة سونيك فبياخدها وبيفرح وبيقول لي لو ما طلعتش الكائن دلوقتي هوريك العين الحمراء. لا هو حرفيا بيوريه العين الحمراء. اما في الوقت ده سونيك بيكون مستخبي تحت الترابيزه وبيخاف على توم، فبيطلع للدكتور ايجمان اللي بيتخض اول ما يشوف انفت بيتكلم. ووقتها توم بيستغل الفرصه وبيضربه في وشه وبيطلع يجري. واول ما بيركبوا العربيه سونيك بيحكي له قصته من اولها، وانه لازم يروح معاه سان فرانسيسكو ويجيب الخواتم ويهرب بيها لكوكب تاني قبل ما يخلصوا عليه او يستغلوا قوته الخارقه في الشر. فتوم بيقول له خلصت كلامك؟ وسونيك بيقول له يعني تقريبا. فبيفتح له الباب وبيقول له اتكل على الله يلا، وبيوصف له طريق غلط. فبيروح بسرعه وبيرجع له تاني بيقول له حت امك انت تشتغل سونيك يلا. فبيركبوا معاه العربيه تاني بعد ما بيعرف ان سونيك هياكل دماغه ومش هيسيبه في حاله. وفي الطريق سونيك بيجوع فبينزل توم الاستراحه علشان يجيب له اكل، ولما بيرجع مش بيلاقيه موجود في العربيه وبيلاقيه بيهيص في حفله قريبه منهم. ولما بيروح له بيلاقيه بيكتب امنياته والحاجات اللي عايز يحققها قبل ما يمشي، ولكن بيكتشف انها حاجات كتير وبيزعل انه مش هيقدر يحققها كلها. وبيفضلوا يلعبوا مع بعض ويقضوا وقت ممتع لغايه ما بيجي لهم فرد من افراد عصابه وبيتنمر على سونيك وبيكون فاكر انه لابس لبس تنكري، وبيهربوا منهم بعد ما خلوا الحفله كلها تمسك في بعض. ولما بيحجزوا هما الاتنين اوضه في فندق توم بيفتح التلفزيون وبيكتشف انه مطلوب للعداله. ولما بينام سونيك توم بيشوف امنياته اللي لسه ما حققهاش وبيكتشف ان هو نفسه يكون عنده صاحب حقيقي. وبيقضوا الليله دي في الفندق، وتاني يوم بيكونوا في طريقهم لسان فرانسيسكو، وبيكون دكتور ايجمان قدر يحدد مكانهم وبيطاردهم وبيرمي عليهم خطاف جوه العربيه. وسونيك لما بيحس بالخطر قوته بتبدا تزيد فبيتدحرج باقصى سرعه عليه اتجاه العربيه وبيقدر يدمرها. وبيرقص جنب العربيه لانه اول مره يكتشف ان قوته بتظهر جامد وبتزيد لما بيتوتر او يتعصب. ويا فرحه ما تمت لانه بيكتشف ان في عربيه احتياطيه تانية جوه العربيه اللي دمرها سونيك بتجري وراهم، وسونيك بيدمرها هي كمان. فبيطلع من قلب العربيه دي موتوسيكل صغير فسونيك بيدمره هو كمان. ولو هتقول لي خلاص المطارده خلصت هقولك لا، بيطلع من جوه الموتوسيكل روبوت على شكل دبانه وبيقص لهم سقف العربيه. ولما بيلمسها سونيك علشان يدمرها بيكتشف ان فيها قنبله وبتلزق في ايده، وتوم بيحاول يبعدها عنه فبتلزق في ايده هو كمان وبيساعد سونيك. والمره دي بيقدر يلزقها في حجر كبير جنب الطريق، ولكن الحجر ده بيكون قريب من سونيك وبينفجر وبيغمى عليه. وبيشيله توم وبيروح بيه بسرعه عند خطيبته مادي، واللي بيعرفها على اللي حصل باختصار وبيطلب منها لو تقدر تساعد سونيك تساعده لان هي دكتوره بيطريه. وفعلا بتقدر تساعد سونيك وبيفوق. وفي الوقت ده بيكون دكتور ايجماند بيعمل اختبارات على شوكة سونيك وبيكتشف ان هي متخزن جواها طاقه كبيره جدا ولا محدوده. وفي الوقت ده جوجو بنت ريتشل بتشوف ان الكوتش بتاع سونيك مقطوع فبتجيب له كوتش تاني اللي مع الوقت هيكون مرتبط بشخصيه سونيك، او بيكونوا رابطين ام جوجو لان هي ست لكاكه ولو كانوا سابوها كانت فضحتهم في البلد كلها. وبيروح توم وسونيك ومادي للبرج اللي موجود في سان فرانسيسكو، وسونيك بيحطوه معاهم في شنطه سفر، والناس اللي معاهم في الاسانسير بيخافوا منهم لان سونيك قال لهم ان الشنطه ريحتها وحشه، فبيفتكروا انهم خاطفين عيل صغير جوه الشنطه. ولما بيوصلوا للسطح بيلاقوا الخواتم، وبيكون سونيك لسه هيسلم عليهم علشان يخلع من الكوكب ده خالص. بيكتشفوا ان دكتور ايجمان محاصرهم بالدرونز بتاعته، وبنكتشف كمان انه استعمل الشوكه بتاعت سونيك كمصدر طاقه للمركبه الفضائيه بتاعته، وبيضرب عليهم نار. فسونيك بيقول لتوم وخطيبته واثقين فيا ولسه كانوا هيقولوا له لا بيرميهم من فوق ناطحه السحاب، وبيحصل هجوم قوي على سونيك من الدرونز والمركبه بتاعت ايجمان. ولكن
في قذيفة بتضرب جنب منه فبيدوخ وبيقدر ينط في آخر لحظة من فوق المبنى، وبيمسك خاتم من الخواتم بتوعه بيفتح بيه بوابة لتوم وخطيبته، وبينزلوا في المزرعة بتاعة الراجل اللي قالوا عليه مجنون في أول الفيلم، وبيقعوا على القش اللي في المزرعة ومش بيحصل لهم حاجة، وبتحصل مطاردة شرسة بين الدكتور إيجمان وسونيك، وبتكون المطاردة دي هي اللي احنا شفناها في أول الفيلم. وسونيك بيبدأ يلم كل الخواتم اللي وقعت على الأرض بسرعة ويتنقل من عالم لعالم ومن مكان لمكان، سور الصين العظيم وباريس ومصر، وبيقدر الدكتور انه يصيب سونيك لما كان بيجري فوق هرم خوفو، وبيفتح بوابة تانية قبل ما يقع واللي بتنقله، وبيكون في استقبالهم توم وخطيبته واللي بيبدأوا يدافعوا عن سونيك لأن هو جاب آخره من المطاردة، وكل المدينة بتتعاطف مع سونيك وبيكونوا عايزين يساعدوه. فالدكتور بيقول لتوم أنا عايز أعرف أنت بتحاول تساعده ليه، وتوم بيرد عليه وبيقول له إن سونيك ده أعز صاحب ليا وهو كمان فرد من أفراد العيلة، ولو عايز تخلص عليه فأنت لازم تخلص عليا قبل منه. ولما بيسمع سونيك كلام توم واللي بيكون حقق له آخر أمنية هو تمناها، بيستجمع قوته واللي بتزيد عن أي مرة هو استخدمها قبل كده، وبتدور حرب ومطاردة شرسة بين سونيك والدكتور اللي بتنتهي لما توم بيحدف خاتم بيفتح بيه بوابة لكوكب الفطر العملاق، وسونيك ساعتها بيزق الدكتور بالمركبة بتاعته لهناك، وبكده يكون الدكتور تم نفيه للأبد. وبعد كل اللي حصل ده توم بيفاجئ سونيك وبيعرفه انه خصص ليه أوضة في بيته يقدر يعيش فيها معاهم براحته وكأنه فرد من أفراد العيلة. وفي آخر الفيلم بنشوف الدكتور إيجمان وهو لسه ماسك الشعراية بتاعت سونيك، وبيقول انه هيقدر يمسك سونيك حتى لو الموضوع ده كلفه حياته ويستغل قوته لصالحه. وفي مدينة جرين هيلز بيكون عمدة المدينة بعت اعتذار لتوم وانه فهمه غلط وانهم كانوا غلطانين لما اعتمدوا على الدكتور المجنون ده واللي تسبب في دمار المدينة أكتر من الدمار اللي سببه سونيك. وبنبتدي الفيلم بدكتور إيجمان وهو موجود على كوكب المشروم بعد ما نفاه سونيك لهناك، وبيبان إن الوحدة ما أثرتش عليه خالص لدرجة إنه بيلعب شطرنج بالفطر الصغير مع انعكاسه، وكمان بيكون اخترع قهوة من الفطر وطعمها أسطوري بمعنى الكلمة. اكيد ما قعدش ال 243 يوم دول يلعب شطرنج ويشرب قهوه. دكتور إيجمان كان لسه عنده امل انه يرجع لكوكب الارض تاني علشان يسيطر على قوه سونيك، وفعلا بيخترع اختراع فوق نبته كبيره من الفطر وبطريقه بدائيه جدا علشان تفتح له بوابه لكوكب الارض. وهتقول لي هيجيب مصدر الطاقه منين؟ هقول لك مش شوكه، يعني هو عنده حاجه غيرها. وقبل ما يوصل الجهاز بالكهرباء بيقول انا حاسس ان الجهاز ده هينفجر زي كل مره، والصدمه الغير متوقعه انه بينفجر زي كل مره، ومن قوة الانفجار إيجمان بيطير بعيد، والانفجار ده بيقدر يعمل إشعاع قوي بيدي إشارة للكوكب اللي كان عايش فيه سونيك الأول، وبتتفتح بوابة من هناك وبنشوف 2 جنود طالعين منها وبتكون نيتهم مش خير نهائي. وأول ما بيقربوا من الشوكة اللي في إيد إيجمان اللي بيكونوا فاكرينه مات من الانفجار، بيفوق فجأة وبيشغل الأفخاخ اللي كان محضرها علشان يدافع بيها عن نفسه، وفعلا بيقدر يخلص على الجنود بسرعة. ولما بيشوف السكة سالكة قدامه والبوابة لسه ما قفلتش بيطلع يجري عليها بسرعة علشان يهرب من الكوكب الملعون ده. بس يا فرحة ما تمت علشان بيلاقي كائن غريب شبه سونيك لكن أكبر وأقوى بيطلع من البوابة دي، وبيقول له أنت منين جبت الشوكة دي؟ والأهم من ده وأنت بتستعمل إيه روتين شنبك؟ قال له روتين شنبي؟ بقول لك إيه، أنت ليك تعرف الشوكة أنا جبتها منين، ولكن مالكش دعوة بروتين شنبي، أنا بقول لك أهو. فبيقول له خلاص يا عم انجز، جبت الشوكة منين؟ وهل تقدر توصلني بصاحبها؟ وأنا ساعتها هقدر أحررك من هنا. فبيتفقوا سوا إن الدكتور إيجمان هيحدد مكان سونيك ويتحدوا هما الاتنين علشان يمسكوه، وهنعرفه بقى مع الوقت ايه اللي مخلي الانفد اللي اسمه ناكلز يدور على سونيك مع انه اقوى منه بمراحل، يعني مش محتاج قوته في حاجه. وفي مكان تاني بنشوف مطارده بتحصل بين الشرطه ومجرمين سرقوا البنك، وبنشوف سونيك وهو واقف فوق المبنى وبيشوف كل اللي بيحصل، فبيعمل استرتشات لعضلات رجليه وبياكل سندوتش الصدق، وبيقول استعنا على الشقه بالله وبيشارك في المطارده، وبسبب سرعته الخارقه في اقل من ثانيه بيكون جوه عربيه الحراميه وبيضرب الاتنين اللي فيها وبيسوقها بنفسه وبيفسحهم شويه بيها، والفلوس كلها بتطير من العربيه ومفيش مشكله، كده كده هيلبسها الحراميه. وبيكون معاهم رهينه في العربيه واللي بيقول له ركز وخد بالك علشان في قنابل في العربيه. فسونيك بيرد عليه وبيقول له ما تقلقش، اخوك سواق قديم وبعدين القنابل دي فيستك ومش شغاله، احنا في امان. فبتشتغل وسونيك بيقول له معلش والله انا عيل صغير، انا بسحب كلامي وكلنا هنموت. وبيحاول يوقف العربيه بسرعه بس بيلاقيها ما فيهاش فرامل، فبيرمي القنابل في عربيه الزباله، بس بيسمعوا صوت قنبله
قنبلة تانية والمرة دي بيرميها في الصرف الصحي، وبيلاقي قدامه محل ايس كريم فبيفكك العربية كاملة قبل ما يوصلوا لهناك. والشرطة بتقبض على الحرامية بعد ما القنبلة بتفجر مواسير الصرف الصحي كلها. وسونيك بيطلع فوق عمارة كبيرة وبيستعرض قوته لأهالي المدينة وبيقول لهم لا داعي للشكر، المدينة هتفضل في أمان طول ما البرق الأزرق موجود. فالرهينة اللي كان موجود معاهم بيقول له كتك خيبة، ده انت دمرت المدينة أكتر من التدمير اللي كان هيعمله المجرمين. وفي تاني يوم بيرجع لمدينة جرين هيل وبيتسلل وبيدخل أوضته اللي في السقف بعد ما قضى ليلة كاملة في المطاردات مع الشرطة. وبيبص على الخريطة وبيشوف الريشة بتاعت البومة اللي ربته لونج كلو، وبيبدأ يفتكرها ويفتكر اليوم اللي ضحت بحياتها علشانه، ويقول لها انه كان نفسه تكون عايشة علشان تشوفه وهو بينقذ المدينة. ولما بيكون لسه هيروح في النوم بتكبس عليه مادي وبتفكره بانه كان واعد توم انه كان هيخرج يصطاد معاه النهارده، وفعلا بيروح معاه وبينام على نفسه في المركب وبيقع في المية. وساعتها بنعرف ان سونيك مش بيعرف يعوم، بس توم بيقدر يطلعه من المية بسرعة، وبيعرفه ان عارف انه طول الليل في مطاردات مع الشرطة، وبيعرفه انه دمر المدينة وان الاحسن ليه انه يسيب المطاردات دي للشرطة، وده علشان انه شايفه لسه صغير على شغل باتمان اللي بيعمله ده. وفي الاول مش بيقتنع بكلامه، بس في النهاية توم بيقدر يقنعه بالفكرة وبانه هيحتاج وقت اطول انه يتعلم ازاي يقبض على المجرمين باقل خسائر ممكنة. وتوم ومادي بيكونوا مسافرين هواي علشان يحضروا فرح ريتشل اخت مادي، وسونيك بيعمل لهم مطار على الضيق وبيفتح لهم بوابة بتوصلهم لهناك، وبيدي لتوم خاتم من خواتمه علشان يقدر يرجع بيه تاني. واول ما بيمشوا سونيك بيستغل الفرصة وهو انه هيقعد في البيت لوحده لمدة يومين، وبيبدأ يعمل كل اللي هو عايزه لدرجة انه بيسكيت في البيت وبيعمل البيت حلبة سباق. وفي اخر المدينة بتتفتح بوابة زي البوابات اللي سونيك بيفتحها، وبيظهر منها ثعلب صغير واللي بيكون اسمه تيلز، وبيكون ماسك جهاز في ايده بيحاول يحدد بيه مكان سونيك. وفي الوقت ده سونيك بيجيله اتصال من توم فبيروق البيت بسرعة وبيرد عليه، وقتها بيعرفه ان كل شيء تحت السيطرة وبيقفل معاه. وتوم بيروح يتعرف على خطيب ريتشل، بس بيتفاجئ لما بيزعق معاه وبيقول له بعد ما دمرت عربيتها وربطتها في الكرسي جاي تحضر فرحها يا بجحتك يا اخي. بس في الاخر بيطلع بيهزر معاه ومش بيقول غير حاجة واحدة حقيقية، وهي ان ريتشل فعلا مش بتطيقه، وبتيجي على السيرة وبتسلم عليه وبتقول له في ودنه لو الفرح باظ بسببك انا هستعمل سكينة التورتة بطريقة ما اظنش انها تعجبك. وسونيك والكلب بتاعه اوزي بيكونوا قاعدين بيتفرجوا على فيلم ومش بيلاحظوا ان في بوابة اتفتحت جنبهم، وبعدها النور بيقطع عادي تخفيف احمال. فسونيك بيستغل الفرصة وبيبدأ يخوف اوزي، بس النور بيبدأ يرعش فسونيك نفسه بيخاف لما بيسمع صوت تخبيط مرعب على الباب. ولما بيقرب منه بيلاقي الدكتور إيجمان واقف في وشه وبيقول له مفاجأة صح؟ فسونيك بيتصدم انه قدر يهرب من كوكب الفطر العملاق. ولما بيقرر يهاجمه بيلاقي قنفذ تاني قدامه لونه احمر بيصد ضربته وبيضربه ضربة قوية بيخرم بيه الجدار، وبيكون باين جدا فرق القوة بين الاتنين. وبينعت سونيك بالضعيف فسونيك بيحاول يضربه تاني، بس ناكلز بيكون اقوى منه وبيطيره بره البيت بالشكل ده. وسونيك بيقول له مش هتقدر تاخد قوتي، فناكلز بيقول له قوة يا ابو قوة، انا عايز منك حاجة تانية خالص. وسونيك مش بيسيبه يكمل كلامه وبيجري عليه بسرعة، بس بيتفاجئ ان ناكلز فعلا مش محتاج قوة سونيك لانه قدر يوقفه وبايد واحدة، وبقبضته التانية بيقدر يضربه ويوقعه على الارض. وبعدها بيثبته في شجرة وبيقول له ما كنتش متوقع انك تكون ضعيف بالشكل ده، بس مش مهم. وبيسأله عن المكان اللي مخبي فيه حجر الزمرد الاعظم. فسونيك بيقول له انت اكيد جاي لحد تاني، والله ما عارف انت بتتكلم على ايه. وناكلز بيفهمه ان اجداده كلهم ماتوا في حرب دارت بينهم وبين قبيلة لونج كلو البومة اللي ربت سونيك وهو صغير، وان هو المفتاح لحجر الزمرد الاعظم. وبيكون لسه هيضرب سونيك تاني ولكن بتخبطه عربية شرطة واللي بيكون سايقها تيلز وبيقول لسونيك اركب على طول. ولما سونيك بيرقب تيلز بيعرفه بنفسه، بيعرفه ان هو من اشد معجبينه، وبيعرفه ان ناكلز ده من اخطر المحاربين اللي ممكن يقابلهم في حياته. وكمان هو فاكر ان سونيك هو المفتاح اللي هيوصله لحجر الزمرد الاعظم او لحجر الزمرد الام، يعني هم بيقولوا عليه كده. ولما بيفتكر انهم هربوا منه بيطلع واقف فوق العربية اصلا وبيخلع الباب، وتيلز بيقول لسونيك واثق فيا، فبيقول له اكيد لا انا لسه مقابلك دلوقتي. فبيقول له وهو ده المطلوب، وبيوقع العربية من فوق الجبل. وفي اقل من ثانية بعد ما سونيك ظن انه هيموت بيلاقي نفسه طاير بمساعدة تيلز اللي طلع بيطير باستخدام ديله. وناكلز هو كمان بيقع من فوق الجبل بس بيعرف يلحق نفسه في اخر لحظة وبيتعلق في الجبل. وبعدها بيجيله إيجمان واللي بيكون مش عارف يساعده، فبيبعت رسالة لمساعده انه يحضر نفسه علشان هيرجع للشغل معاه. وفي الوقت ده بيكون
مساعده ستون قالب المختبر كافيتيريا، ومش قادر ينسى الدكتور إيجمان لدرجة انه كان بيرسم وشه على النسكافيه. فالزبون بيفوقه من احلام العصر اللي هو فيها دي وبيقول له يا اخي فوق مش هيرجع. وفي الوقت ده بتوصله الرسالة بتاعت إيجمان، فبيطرد كل الزباين اللي في المكان بره وبيرجع المختبر زي الاول، وبيبعت لإيجمان صاروخ واللي بيكون فيه مجموعة كبيرة من الآليين بتوعه. والدكتور بيتشيك وبيلبس الطقم بتاعه الجديد وبيعمل سلم من الروبوتات وبيطلع عليه ناكلز بعد ما كان فاكر ان الدكتور عايز يقتله، بس بيكتشف انه عايز يعمل معاه اتفاق جديد. الزمرد وقت ما يلاقيه يستعمل بيه قوته انه يدمر سونيك، وقتها يقدر يستعمل الزمرد في اي حاجة تانية هو عايزها. وفعلا ناكلز بيوافق على الاتفاق لانه مش فارق معاه سونيك اصلا، عاش بقى مات مش قصتنا. المهم انه ياخد الزمرد، ووقتها سونيك بيكون مستغرب من موضوع واحد بس، وهو ايه اصلا الزمرد الام او الزمرد الاعظم ده، وان الدكتور إيجمان زمان كان عايز قوته. ازاي دلوقتي ناكلز قدر يقنعه ان في قوة زمرد والقوة دي انا المفتاح بتاعها. ولما بيدور في الخريطة كويس فعلا بيشوف علامة للزمرد، فبيسيبها بسرعة لما بتنور، ووقتها بيطلع منها رسالة مسجلة من لونج كلو واللي بتقوله فيها انها قضت حياتها كلها تحمي الزمردة الام، وده لانها بتحقق اي حاجة يفكر فيها صاحبها، ولو وقعت في الايد الغلط هتكون دي نهاية العالم كله مش كوكب الارض بس. وبتعرفه ان هو كبر ولازم يستلم من بعدها المهمة دي، وهي حماية الزمردة من الاشرار. ولما بيفتح الخريطة بيظهر ليه المكان اللي لونج كلو مخبية فيه الزمردة، وبيكون المكان ده في سيبيريا. فبيفتح سونيك بوابة وبيقول لتيلز يلا بينا، فتيلز بيقول له ما تجمعش يعني انا كنت جاي احذرك مش هسافر معاك. المهم سونيك بيقدر يقنع تيلز في الاخر انهم هيروحوا المهمة سوا وسونيك هيقدر يحميه. وفي الوقت ده بيكون وصل الدكتور إيجمان عند مساعده ستون، وناكلز بيسلم عليه جامد بعد ما استقل بقوته، وبيقبل انه يبقى مساعدهم الشخصي مرة تانية. وفي مكان تاني توم بيكون بيلعب شوية مع العريس واصحابه قبل الفرح، وبيبان انه محترف جدا في لعب الكرة الطايرة. أبكيتنا يا أستاذ سمير. وبنشوف البنت الصغيرة اللي هتقدم الدبل، فبيهزر معاها وبيطلع لها الدبلة من ورا ودنها، وبيكون مش عارف ساعتها ان الدبلة اللي اداها لها دي هي الدبلة اللي سونيك اداها له علشان يرجع بيها للبيت تاني. وفي الوقت ده سونيك وتيلز بيكونوا تايهين في سيبيريا، وده طبعا بسبب جهاز تيلز اللي ما كانش قادر يحدد بيه المكان لان المناخ كان سيء. وسونيك بيشوف انوار من على بعد فبيقول لتيلز يلا بينا لهناك، بس تيلز بيكون قلقان وسونيك بيطمنه وبيقول له يا ابن عال ده مفيش اطيب من اهل سيبيريا. ولما بيوصلوا للمكان المنور ده بيطلع كافيه، بس الكافيه ده لامم كل عصابات سيبيريا والمسجلين خطر. قلت طيبين. وقتها بيطفوا الموسيقى اللي كانت شغاله والكل بيبص لهم بسبب شكلهم الغريب، وفي راس سمكه بتتحدف قصاد منهم وبتقول لهم احسن لكم تخلعوا من هنا، بس مش بيسمعوا كلامها وبيقرروا يقعدوا على ترابيزه. ولما بتجيلهم النادله تيلز بيطلب منها اكل، ولكن الجهاز اللي معاه الله اعلم بيخرف وبيشتمها بدل ما يطلب منها اكل. وتوم بيكلم سونيك وبيساله هو فين دلوقتي، فبيعرفوا انه في البيت وقاعد بيتفرج على التلفزيون. وبنكتشف وقتها ان الدكتور إيجمان بيتابع تليفون سونيك، وناكلز لما بيشوف رساله سونيك بيصدق كلامه، بس الدكتور إيجمان بيقول له ان سونيك بيكذب، وبيقدر يحدد مكانه الحقيقي. وبيعرف ناكلز انه في شرق سيبيريا هو وتيلز. وبالكلام على سيرة تيلز سونيك كان بيساله هو انت عرفت مكاني منين، فبيعرفه انه كان بيراقبه من يوم الانفجار ده لان قوه الانفجار وصلت لكوكبه هناك. وقتها فضوله بيزيد وبيكون عايز يعرف عنه كل حاجه، وده السبب اللي خلاه ينزل له كوكب الارض ويحاول يحذره ان الدكتور إيجمان رجع تاني. وبعدها بيتجمع عليهم كل عصابات سيبيريا لان الجهاز اللي في ايد تيلز اتعطل وبقى يشتم كل اللي موجودين في المكان، وكانوا خلاص هيرموهم في النار، بس الجهاز اخيرا بينطق كلمه صح وبيقول بيبونكا، وبيكون معنى الكلمه دي هي منافسه في الرأس، ولو كسبوا هيسيبوهم في حالهم، ولو خسروا هيرموهم في النار. ومنافسهم بيبهر الكل وهم ما بيكونوش عارفين حاجه عن نوع الرأس ده، وبيكونوا عايزين ياخدوا الخريطه ويهربوا من المكان، بس بيلاقوا ان الخريطه لازقه في رجل الراجل اللي بينافسهم. وسونيك بتجيله فكره وهو انه يشغل زياد زوزو وبيبداوا يرقصوا فعلا، ورقصهم بيعجب الكل وبيكسبوا في المسابقه وبيسيبوهم في حالهم. ولما سونيك وتيلز بيقعدوا سوا تيلز بيعترف لسونيك انه كان عايش في كوكبه وحيد، والكل كان بيتريق عليه لان هو مختلف من حيث ان هو كان بيركز في موضوع الاختراعات بزياده، وكمان لان هو عنده ديلين مش ديل واحد. بس بيعرفوا انه بعد ما شاف سرعه
سرعته وقوته الخارقة وإنه فعلا قدر ينقذ المدينة من دكتور إيجمان، أخده كقدوة ليه. ولما بتخلص العاصفة بيقدر تيلز إنه يجيب إحداثيات مكان الزمرد، وبيكون المكان هو كهف جوه جبل، وتيلز بيترجم الكتابات اللي على جدران الكهف واللي بتقول إن الزمردة الأم مكونة من 7 زمردات موجودين مع بعض في جسم واحد، واللي هيقدر يمتلك القوة دي هيقدر يحقق بيها كل اللي بيتمناه. والقبيلتين بتوع البومة وناكلز بقالهم زمن بيحاربوا بعض بسبب إن كل قبيلة عايزة تستغل قوة الزمردة لنفسها، قبيلة ناكلز للشر وقبيلة البومة للخير. وبتنتهي الحرب بين القبيلتين بإن قبيلة البومة بتقدر تاخد الزمردة الأم وبيخبوها في مكان محدش يعرفه خالص. وسونيك أخيرا بيلاقي البوصلة اللي هتوصله لمكان الزمردة الأساسي، وناكلز والدكتور إيجمان بيسكتوا أكيد لأ، بيحاصروهم بالروبوتات والدكتور بيحدف عليه صاروخ، وسونيك بيقدر يصده وبيحدفه على ناكلز، وبيهربوا بسرعة هو وتيلز اللي بيهرب على الطاير، وسونيك بيتزحلق على الجبل، والروبوتات بتبدأ تطاردهم وبترمي عليهم متفجرات، وسونيك بيستغل سرعته في إنه يتنطط ويجري بين الروبوتات قبل ما حتى تفكر تصيبه. ولما تيلز بيحاول ينقذه من ناكلز بيتصاب، وسونيك بتقع منه الخواتم من فوق الجبل، وبيقف قدام ناكلز اللي بيكون عايز ينتقم لعيلته كلها اللي ماتت في حربهم مع قبيلة البومة لونج كلو. ووقتها سونيك بيرجع يفتكر كل اللي حصل في اليوم اللي ضحت بيه البومة لونج كلو بحياتها علشانه، وبيقول لناكلز احنا الاتنين اتضرينا بسبب الحرب دي، مش لوحدك يعني. وبيكون لسه هيتأثر بكلامه، بس الدكتور إيجمان بيسرق منه البوصلة وبيطير هو وناكلز لبعيد. وقتها بيحصل انهيار جليدي في الجبل، فبيتصل بتوم بسرعة وبيوريله الوضع اللي هم فيه، وبيقول له يفتح بوابة بسرعة باستخدام الخاتم اللي هو اداهوله. وساعتها توم بيكتشف خيبته الكبيرة، وبيكتشف انه بدل الخاتم وقت ما كان بيهزر مع البنت الصغيرة، فبيروح لراندل واللي بيكون العريس وبيطلب منه بكل أدب واحترام انه يديله الخاتم، فأكيد بيرفض، فبيضربه بوشه وبياخد منه الخاتم بالطريقة الصعبة. وفعلا بيقدر يفتح بوابة لسونيك بتعديه هو وناكلز وكمية كبيرة من التلج اللي كانت كفيلة انها تبوظ الفرح وتغرق المعازيم تلج. وبنكتشف بعدين ان الفرح كله عملاء فيدراليين بما فيهم العريس نفسه، والفرح كله بيكون معمول علشان يقبضوا على سونيك، وفعلا بيتقبض عليه هو وتيلز وتوم. وفي الوقت ده البنت الصغيرة بتجيب شنطة تيلز المادي واللي بتلاقي فيها أسلحة كتير ومتطورة جدا، فبتقسم الأسلحة بينها وبين ريتشل أختها اللي بتروح تنتقم من خطيبها، واللي بتكون فعلا هتدوسه بعربية الجولف، بس بتغير رأيها لما بيتصعق مكانها من المأمور، فبتسامحه وبتخوف المأمور بالسلاح بتاع تيلز. وفي الوقت ده مادي بتقدر تضرب الحراس بالأسلحة اللي معاها وتقدر تحرر جوزها وسونيك وتيلز. وفجأة بيسمعوا صوت انفجار في نص البحر، وسونيك بيعرفهم ان بالشكل ده ناكلز والدكتور إيجمان قدروا يوصلوا لمكان الزمردة. وتوم ومادي بيكونوا خايفين على سونيك اللي بيقول لهم انه خلاص بقى قد المسؤولية ومفيش غيره دلوقتي اللي يقدر يحمي الناس من شر دكتور إيجمان، وبيستغل سرعته وخفة وزنه في انه يجري على المية، والموضوع ما كانش سهل نهائي لغاية ما اخيرا بيقدر يوصل للمعبد اللي موجود جواه الزمردة الام. ودكتور إيجمان وناكلز بيكونوا سبقوه لجوه وبتواجههم افخاخ كتير جدا، بس الدكتور إيجمان بيقدر يستغل الآليين بتوعه واستعملهم كفران تجارب، واللي كانت شغلتهم الشاغلة ان هم يتفجروا مكانه علشان يقدر يعدي ورا منهم براحته، مش قوي لان في افخاخ واسلحة كانت هتدمره هو وناكلز، بس بسبب تعاونهم واستعمال ناكلز لقوته بيقدروا يعدوا من اغلبهم. ودكتور إيجمان بيستعمل روبوت صغير جدا في انه يدله المكان الزمردة الام بشكل اسرع، وفعلا بيقدروا يوصلوا للمكان، بس بيلاقوا سونيك وقع عليهم فجأة من السقف وبيقول لهم كنتوا فاكرين انكم مش هتشوفوني تاني، انا صحيت. وناكلز بيقول له انت لا ما بتهمتش، وبيحصل بين الاتنين حرب شرسة جدا، وبقوة ناكلز بيبان في اوقات انه هيهزم سونيك، وفي وقت تاني وبسبب سرعة سونيك بيبان انه خلاص هيهزم ناكلز. وفي الوقت اللي بيكونوا هما الاتنين فيه مشغولين بضرب بعض، دكتور إيجمان بيطلع فوق عند الزمردة، وسونيك ساعتها بيشوفه وبيعرف ناكلز ان الدكتور إيجمان بيخون اتفاقهم، وناكلز بيقول له احنا ما اتفقناش على كده، فالدكتور إيجمان بيقول له انت المفروض تكون اعل شويه، يعني اتفاق ايه وضمير مين، احنا حراميه يالا، ولو انا ما كنتش غدرت بيك انت اللي كنت هتغدر بيا. وبياخد الزمردة وبيحصل انفجار قوي جدا بيخلي المعبد ينهار وبتدخل الميه فيه من كل حته، والدكتور إيجمان بيقدر يهرب من المكان بسرعه باستعمال قوه الزمردة. وفي الوقت ده بيكون في عمود من عواميد المعبد بتقع على ناكلز وبيكون خلاص هيموته، والميه بتغمر المكان بالكامل، وعلشان سونيك مش بيعرف يعوم بيستعمل صخره صغيره جدا علشان ينزل بيها تحت الميه ويحاول يرفع العمود من فوق ناكلز، ولما بيفوق بيتعاونوا هما الاتنين، وناكلز بيتحرر وبيعوم لسطح الميه وبيسيب سونيك تحت اللي مش بيعرف يعوم وبيكون خلاص هيموت، بس ناكلز بيرد له الجميل وبيساعده انه
يطلع بره الميه. ولما سونيك بيفوق ناكلز بيساله انت ساعدتني ليه؟ فسونيك بيقول له ان البطل عمره ما هيسيب حد يموت وهو بمقدرته انه يساعده. وبعدين بقى انت اللي مشخصنها، ما انا برضه اتضريت زيك بسبب الحرب اللي دارت بين قبيله البومه اللي اتربيت معاها وبين قبيلتكم، بس انا حاولت اتاقلم مع الوضع، غيرك انت اللي اتعاونت مع اخطر شرير في المجره اللي ضحك عليك واستغلك. وبيتحدوا هما الاتنين اخيرا علشان يحاربوا الدكتور ايجمان. وقتها الجيش بيكون محاصر الدكتور ايجمان وفاكرين ان هما كده قدروا يكشفوا مكان مختبره ودمروا كل اسلحته، بس هو بسبب قوه الزمرده الام اللي بتحقق كل حاجه بيفكر فيها بدا يفكك الاسلحه والالات الحربيه والطيارات والقطر كمان علشان يبني وحش آلي مدمر يصعب هزيمته. وبيكون المتحكم الاساسي فيه هو اكيد الدكتور ايجمان بمساعده الزمرده الام. وسونيك وتيلز وناكلز بيكونوا راكبين طياره وفي طريقهم لانقاذ المدينه، او يعني اللي اتبقى منها. وناكلز بينط من فوق الطياره ومن بعده سونيك، وكل واحد بيستعمل مهاراته في انه يدمر العملاق الآلي ده. ناكلز بقوته وسونيك بسرعته وتيلز بديله انه بيعرف يطير يعني وكده. طبعا بسبب احجامهم الصغيره مقارنه بحجم الآلي الضخم ده بيكون تاثيرهم ضعيف جدا عليه، حتى بعد ما سونيك قدر يمسك صاروخ ويرميه بقوه كبيره عليه مش بيحصل له حاجه. وبيعملوا شويه تغييرات في الخطه، وهي ان سونيك كده الدكتور ايجمان مش بيطيقه لانه حبسه مده طويله في كوكب المشروم، فتركيزه هيكون كله عليه وده المطلوب. فهيحاول يستدرجه لاي مكان بعيد شويه عن المدينه، وفي الوقت ده يكون تيلز وناكلز قدروا يدخلوا جوه جسم الآلي من غير ما يحس الدكتور. وفعلا بينفذوا الخطه وبيطير تيلز وناكلز وبيقدروا يدخلوا جوه الآلي. وناكلز بيعمل الواجب وبيضرب الدكتور ايجمان في بطنه، فبيطلع الزمرده من جوه وبتقع بره، بس بيرجع يتحكم تاني في الآلي حتى من غير وجود الزمرده، وده طبعا باستخدام التحكم اليدوي. وبيقدر يضرب سونيك بالليزر وبيدمره هو وكوبري اللي كان بيجري عليه، بس ايجمان بيكون ورا منه وهيدمره بالآلي العملاق. وبيكون خلاص هيدمره، بس توم ومادي في اخر لحظه بيساعدوا سونيك بالعربيه بتاعتهم، ولكن الآلي بيضرب العربيه وبيخليها تتقلب. وسونيك بيحاول يستعمل الجوهره علشان يحمي بيها المدينه، بس بيفوت الاوان والجوهره بتتفتت وبترجع لاصلها، فبيستسلموا للموت وبيمسكوا ايدين بعض، والجوهره بترجع تتفعل تاني وبتستعيد قوتها. بس الروبوت العملاق بيدوس عليهم كلهم، وساعتها بيفتكر ايجمان انه قدر يدمر سونيك وعيلته، بس بيلاحظ ان رجل الآلي بتترفع تاني، وسونيك شكله بيتغير تماما وبيبان عليه انه اقوى بكتير، وده بفضل قوه الزمرده الام. وبيطير لفوق وبيفصل راس الآلي علشان يتكلم مع الدكتور ايجمان راجل لراجل. وايجمان بيخاف منه وبيقول له ما تيجي نتفق اتفاق يا اسطى، يعني نتعاون كده. ووقتها بيكون بيحاول يلهيه علشان يدمره، بس على مين؟ سونيك بيكون اقوى من الراجل الآلي ده بمراحل، وبيقدر يدمر الآلي ويدخل مكانه ويطلع من المكان التاني لغايه ما بيدمر الآلي العملاق بالكامل، وبيزقه زقه بصبع رجله الصغير كده. فبيقع ايجمان وبيقول له تتعوض المره الجايه، مفيش مشكله يا عم عادي. ولما سونيك بينزل الارض تاني بلونه الجديد واللي بيكون ذهبي، بيجري عليه توم ومادي علشان يحتفلوا معاه بالانجاز اللي عمله، بس ناكلز بيوقفهم بسرعه وبيقول لهم ان الزمرده غيرت سونيك وان مش ده سونيك بتاع زمان. وفعلا بيرفع ايده للسما وبتحصل عاصفه قويه، وبيقولوا رحنا في داهيه، بس بنكتشف انه عمل سندوتش صدق. وفعلا ان جيت لرايي فهو يعني بجد يستحق السندوتش ده بعد كل اللي عمله طول الفيلم. وبيطلع الجوهره من جوه جسمه تاني وبيرجع لطبيعته، وبيقول لهم انا مفيش حاجه اتغيرت، انا سونيك بتاع زمان يالا. وبيعيشوا كلهم مع بعض بعد ما توم ومادي زاد معاهم في العيله فردين جداد وهم تيلز وناكلز. وقبل نهايه الفيلم بنشوف ستون مساعد الدكتور ايجمان وهو بيدور عند الراجل الآلي، وبيكتشف ان الدكتور مش موجود في المكان ولا حتى موجوده جثته. فيلمنا النهارده بيبدأ بشادو واللي بيكون محتجز في سائل جوه أنبوبة وفي حالة سبات تام، وفي أكتر من واحد شغلتهم إنهم يراقبوه وما بيبقوش قلقانين لأنه ما اتحركش بقاله 50 سنة وفي الأغلب بيكون مات. بس فجأة وعلى غير المتوقع الذكريات بتبدأ ترجع له تاني وعلاماته الحيوية بتبدأ تشتغل، وده معناه إنه بدأ يفوق من السبات اللي هو فيه. وبيتم استدعاء باقي القوات بسرعة وبيقفوا قدام الأنبوبة علشان يستعدوا لأي هجوم. وفعلا أول ما بيفوق بيكسر الإزاز وبيطلع على القوات ينزل فيهم ضرب لحد ما يخلص عليهم بكل سهولة، وده لأن سرعته أشبه بسرعة سونيك، ضيف عليها بقى قوته وقدرته على الانتقال الخفي. بعدها بيسيب السجن اللي بيكتشف بعدين ان هو متجهز بالكامل ليه هو لوحده، وبيتجه ناحيه المدينه. واثناء ما هو ماشي بيفضل يفتكر ذكرياته وفي مكان تاني بيكون سونيك مع اصحابه اللي هو ناكلز وتيلز عاملين سباق، بس على غير المعتاد هم اللي بيكسبوا سونيك، وبيكون مصدوم من اللي حصل. بس بعدها بيفهم ان هم مجرد نسخ معموله بالهولوجرام علشان يكسبوا ويبعدوا سونيك عن المكان واللي بيكونوا عاملينه فيه احتفال بمناسبه انه
وفات سنة على نزوله للأرض، ولما بيكتشف إن الموضوع خدعة ومفيش حد سبقه فبيحتفل معاهم وبتاع. وبنرجع لشادو اللي بيكتشف إن هو في سنة 2024 فبيعرف إنه محتجز بقاله 50 سنة والعالم كله اتغير، وبيفضل واقف في مكانه في الشارع، وفجأة بيلاقي مجموعة كبيرة من رجال الشرطة والجيش والتدخل السريع وطيارات الهليكوبتر والمدرعات ملمومين حوالين منه بالأسلحة. فبيقول لهم والله تعبتوا نفسكم يا رجالة كل ده عشاني. وفي الوقت ده بتيجي طيارة خاصة فيها الجنرال بتاخد سونيك هو واصحابه مخصوص علشان بيوصل لهم إخبارية إن في شوية لبش بيحصل في طوكيو وبيكونوا محتاجين مساعدتهم. المهم إنهم بيروحوا معاهم، وفي الطيارة بيفضل ناكلز متضايق اللي هو ليه تسموا الفريق باسم سونيك، ما تسموه فريق ناكلز يعني. وطبعا دي حاجة مهمة جدا وتضايق أكيد، والله عارف إن الفيلم نفسه متسمي باسم سونيك. اللي بتقوله دوت مش هينفع. المهم لما بيوصلوا فوق الموقع بينطوا هم الثلاثة من الطيارة وبيقفوا قدام شادو، وأول ما نزلوا شادو بيشوفهم وهم نازلين من الطيارة التابعة للقوات اللي كانوا حابسينه الفترة اللي فاتت، وبيمسي عليهم بدبابة بس ناكلز بيقدر يتفاداها وبيقول لهم الناس دي مش تمام يا ابراهيم. وقتها شادو بيوجه كلامه ليهم كلهم وبيقول لهم اتكلوا على الله من هنا بدل ما اذيكم. بس ابننا الشجاع سونيك بيبدا يقول له لا انا مش همشي من هنا الا لما اعرف انت شبهي ليه. فشادو بيقول له بطل عبط واتكل على الله من هنا، لان لو في شبه اصلا بينا هتبقى انت اللي شبهي مش انا اللي شبهك. انا رقم واحد في كوكب الارض. بيبقى حاسس انه بيتعامل مع عيال صغيره والكلام معاهم مش هيفيده بحاجه، فبيقرر يسيبهم ويمشي. بس كابتن عضلات بيكون له راي تاني وبيحاول يهجم عليه، فبيمسكوا شادو يقل منه ياخد منه سلاحه ويرميه بعيد. وسونيك بيقول لهم بس في الاتحاد قوه وفي التفرق ضعف، وزي ما انتم عارفين الاتحاد سيد البلد، ولو هجمنا عليه كلنا في نفس الوقت مش هيقدر علينا. وبيهجموا عليه بس شادو بيقدر يمسكهم يعجنهم وبيبوظ الحكمه، وبيروح يركب المكنه البنيل بتاعته وبيقول لسونيك اوعى تفكر تمشي ورايا. فبيقول له لا يا معلم امشي وراك ايه انا عبيط. بس مش بيقدر يمسك نفسه في الاخر وبيطلع يجري وراه علشان يساله الوهج الفسفوري التحفه ده يعني شاريه منين. فبيقول له شادو تصدق انا انت كل ما تفتح بقك تعصبني، جرب تسكت شويه كده. بس بيفضل يطارده برضه انا بقول ايه لحد ما بيخبطوا هما الاتنين في بعض وبيطلعوا شحنه لحد ما بيخبطوا هما الاتنين في بعض وبيطلعوا شحنه كبيره جدا نتيجه التصادم. ولما بيفوق سونيك بيكتشف انه متكلبش في السور، ولما اصحابه بييجوا بيقول لهم على فكره انا اللي ربطت نفسي هنا لاسباب فنيه عامه الشعب اللي زيكم شويه رعاع ما يعرفوهاش، فكوني بس يعني عشان ايدي وجعتني. وبعدها بيروحوا يقابلوا الجنرال وولتر واللي بيبدا يحكي لهم قصه شادو المسكين واللي بتكون شبه قصه سونيك في الاول لما لقى عيله وامان، بس بعد كده كل حاجه بتتقلب عليه ومش بيواجه غير الالم والحسره. القصه كلها ابتدت من 50 سنه لما بيقع نيزك على الاطراف المقرمشه للولايه، ولما بيوصل الباحثين بيلاقوا عليها مظهر من مظاهر الحياه واللي بيكون شادو بس هو صغير، وبتكون قوته كبيره جدا وبيبداوا يعملوا عليه تجارب واختبارات كتير. وفي مره لما كان بيخضع لاختبار القوه بيتدمر على اثر المختبر بالكامل وفي ناس كتير بتموت، وطبعا اللي بيتورط في القضيه هو قائد المشروع وبيتقبض عليه. وبيتصنف بعدها شادو انه كائن خطير جدا، والحكومه وقتها بتتصرف وبيحطوه في كبسوله الركود الدائم، واللي بيكون مشرف على العمليه دي هو الجنرال وولتر بنفسه، وبيكون مش عارف ايه السبب اللي خلاه يفوق من السبات اللي كان فيه. وبيقول لفريق سونيك ان في اكيد حد شرير هو كان السبب في اللي حصل ده. واثناء ما هما بيتكلموا بيلاقوا عدد كبير من الصواريخ الموجهه جايه اتجاههم من روبوتات، واللي اول ما تشوفهم هتعرف دول بتوع مين. اجمل يا معلم. وقبل ما حد يتصاب بيجي واحد ملثم على موتوسيكل وبيعطل كل الصواريخ وبعدها بيمشي. بس القائد والترز بيتصاب في الاحداث دي، وقبل ما يموت بيدي مفتاح اخطر سلاح في وكاله غان كلها لسونيك لان هو الوحيد اللي يقدر يأتمنوا عليه. ولما بيوصل الفريق بيلاقوا ان المفتاح مفقود ومفيش غير صوره لفريق سونيك، فبتعرف الست دي انهم اخذوا المفتاح. في الوقت ده بيكون سونيك مع باقي اصحابه بيهربوا من المكان، وبيقول لهم تيلز احنا بنهرب ليه واحنا مش المفروض تبع الفريق ده. فبيقول له سونيك انهم مش هيثقوا في اي حد غير لما يعرفوا الحقيقه، وبيطلعوا يجروا ورا الملثم لحد ما بيقدروا يمسكوه عند شط البحر وبيخلوه يكشف وشه. وساعتها ناكلز بيقول لا الراجل عديم الشخصيه تابع دكتور ايجمان. اخرب بيتك انت اللي حررت شادو. فبيقول لهم لا طبعا انت لسه قايل ان ما عنديش شخصيه، اكيد مش هقدر اعمل القرار ده لوحدي يعني. وضيف على كده ان كمان دكتور ايجمان ملوش ذنب في الموضوع، وبيطلع الغواصه اللي مستخبي فيها الدكتور ايجمان وبيطلب منهم يدخلوا معاه. وجوه بيبقى الدكتور ايجمان قاعد يتفرج على فيلم وبيطبل على بطنه حاجه في منتهى القرف، فلما بيشوفهم قدامه بيستغرب من وجودهم في الغواصه بتاعته. فبيعرفوا تايلر ان في حد بره بيقلد اسلوبه في القتال وبيستخدم طيارات مسيره، يعني عيب على شنبك انك تفضل قاعد زي الدرفيل كده والدنيا خربانه بره. فبيقول لهم رجعونا لايام الشاوه تاني اقدري. وبيقرر يحلق شعره عشان هو بقى شبه بوليف، علشان كمان هو عايز ينتقم من اللي بيقلده. وبيستحمى بالمره لانه بقاله كتير ما استحماش، والمره دي بيتحد مع سونيك علشان يعرف مين هو سبب الدمار ده كله. وبنروح لشادو اللي بيفضل ماشي لحد ما بيوصل للمختبر، خلينا نقول اللي كان مختبر زمان يعني. اول حاجه بيشوفها هناك هو السكيت بتاع ماريا، وماريا دي بتكون حفيده البروفيسور وهي الوحيده اللي كانت بتحب تقعد معاه، ما بتكونش خايفه منه زي الباقيين وبتتعامل معاه كانه كائن حي مش مجرد سلاح فتاك.
يا بنت وبيفضل يفتكر ذكريات كتير جدا معاها وهو حزين. وقتها بيحس بحركه جنبه وبيكون لسه هيهجم، بس بيكتشف انه البروفيسور وبيقول له اهلا بيك في بيتك يا شادو، انا كنت متاكد انك هترجع. وبيقول له انه حزين جدا وجواه طاقه غضب شديده. فالبروفيسور ما بيكدبش خبر وبيقول له علشان كده لازم ننتقم منهم كلهم. وفي نفس الوقت بيبقى الدكتور ايجمان لابس الطقميه الحمراء اللي على الحبل، وسونيك بيقول له شوف وشك نور ازاي بعد ما حلقت، بس انا مش طايقك برضه. المهم انهم بيطلعوا مع بعض على مكان المختبر، وناكلز كتر خيره بيرحمنا من فزلكه الدكتور ايجمان وبيفتح هو الباب. ولما بيدخلوا المكان ما بيبقاش احسن حاجه بالنسبه لتيلز لانه لسه صغير وبيكون خايف جدا، وبيقول لهم المكان ده شكله مهجور ومليان اشباح. فناكلز بيقول له انت شفاله فيه انت هتخيب ولا ايه؟ فبيقول له ماشي. وبعدها بيقسموا نفسهم لحد ما يلاقوا شادو. انا بستغرب من حاجه بسيطه، ليه في الافلام اللي بيكون ابطالها بيدوروا على وحش مثلا او شبح ايا يكن هو ايه بيتفرقوا؟ ليه تتفرقوا؟ ليه بجد؟ انتوا كده سهلتوا عليه الموضوع، يعني هو يخلص على كل واحد لوحده. ضيف على كده ان انتوا اصلا لما اتحدتوا مسح بيكوا بلاط طوكيو عادي يعني. المهم خلينا نروح لناكلز اللي بيكون ماشي بالكشاف وعمال بيزعق وبيقول اسمع يا شادو الكلب انا مش خايف منك، فاهم ولا لا؟ وب دبل كيك بيلاقي شادو في قفاه وبيديله بالكشاف على وشه. وبعدها بنروح لسونيك واللي بيقرر انه يروح مع الدكتور ايجمان لان بينهم ثقه كبيره. مع العلم ان الدكتور ايجمان حاول يقتل سونيك مرتين قبل كده، يزعل لو كانوا 3 انما 2 عادي. واثناء ما هم ماشيين بيلاقي ايجمان الطيارات بتاعته وبينسى سونيك وبيبدا يسلم عليه. وبيكمل سونيك في طريقه لحد ما بيوصل للمكان اللي كان محتجز فيه شادو، وبيشوف صورته مع حفيدة الجنرال بس مش بيلحق يتاثر علشان بيظهر له شادو من اللاشيء ويقول له علاوي حبيب قلبي ابو حسين انا مش قلت لك تخليك في حالك يلا؟ ويمسكه من دماغه ويرميه بعيد. اما ايجمان بيلاقي البروفيسور طالع من وراه وبيلاحظ ان فيهم شنب من بعض، وبيقول له انت سرقت روبوتاتي ليه يا عم الحاج؟ والله انت لو مش راجل كبير كنت قلت منك وقت. فبيقول له مغفل انا خدتهم علشان استدرجك لحد هنا بس والم شمل العيله الكريمه، انا جدك الكبير جيرالد روبوتنيك مخترع الشر في المدينه والمدن المجاوره. وبيفضلوا هما الاثنين يعملوا اختبارات لبعض علشان يكتشفوا تطابق شخصياتهم التلفانه دي. البروفيسور بيقول له تعالى بقى معايا اوريك انا جايبك هنا ليه. هو بياخده لغايه سونيك واصحابه اللي بيكونوا مربوطين بالسلاسل وجنبهم تايلر. فاول ما بيوصلوا بيقول شادو لايجمان انت بقى الحفيد الضايع اللي بيدوروا عليه يا اخي عليه العوض من بعض. فبيروح شادو لسونيك بيقول له هات المفتاح. فبيقول له مفتاح ايه يا ريس؟ انت مفكرني غبي علشان اجيب المفتاح معايا هنا؟ انا شايله في مكان الدبان الازرق ما يعرفوش. المهم ان هو بيطلع غبي فعلا وجاب المفتاح معاه، وشادو بيمد ايده في جيب سونيك وبيطلع المفتاح وبيقول بكل غل ان الجيش اخد منهم كل حاجه وجا دلوقتي وقت الانتقام. وبنعرف ان المفتاح ده بتاع آلة اسمها مدفع الخسوف، واللي اخترعها بيكون البروفيسور وهو في السجن، واداها لوكاله غان التابعه للجيش مقابل اطلاق سراح. وبتبقى الآلة دي عباره عن قمر صناعي موجه يقدر يضرب اي موقع على الارض من مكانه وهو فوق، وبيكون مخطط ان اول حاجه هيضربها هي مقر الوكاله، بس الاول لازم يلاقي المفتاح التاني اللي موجود جوه الوكاله علشان يقدر يسيطر على الآلة بتاعته من جديد. وبيستدعي الدكتور ايجمان مستر سلطع اللي بيركبه ده علشان يخرجوا من المكان. وبيحاول سونيك يتكلم مع شادو علشان يقنعه ان دي مش حقيقته، وهو بس زعله واحساسه بالانتقام الفتره دي هو اللي مسيطر عليه. فبيقول له لا يا راجل تراني تاثرت. وبيقوم فاتح قدامهم ثقب اسود وبيمشي مع الباقيين، وبيفضل الثقب ده يشد كل حاجه قدامه، وهم طبعا مش بيقدروا يواجهوا قوه الجاذبيه الكبيره دي لفتره طويله حتى لو كان ناكلز ماسك الحبل باسنانه زي كده بالظبط. وبيقول تنزل سونيك حاول توصل لواحده من الحلقات بتاعتك علشان تفتح بوابه لمكان تاني، وفعلا ده اللي بيحصل. وفي اخر لحظه بتقف الحلقه كحاجز بينهم وبين الثقب الاسود ده، وبيقعوا بعيد عنه على قمه جبل. واجمل لما بيشوف المكان اتدمر بيفتكر انهم قدروا يخلصوا على فريق سونيك، وبيقول له ادي يا جدي ده انا بقالي جزئين بحاول ادمر سونيك مش عارف. وفي المركبه بيكون ايجمان بينه وبين الهدف 4 ساعات، فبيقرر انه لازم يعيش لحظات طفولته مع جده في الوقت ده لانه تقريبا ما اتحضنش وهو صغير. وبيفضلوا هما الاثنين يستخدموا نظارات الواقع الافتراضي بتخيل اللي نفسهم فيه، وتقريبا تايلور كمان عنده حرمان عاطفي مش عارف ماله. اما سونيك واصحابه بيرجعوا البيت مادي وتوم، وبيقول لهم سونيك انا جاي لكم ورقبتي قد السمسم، وبصراحه كده انا عايزكم معايا في المهمه دي. والناس مش بتاثر بصراحه يعني وبيوافقوا على طول. وبتكون الخطه كالاتي ان توم هيعمل نفسه جاسوس ويدخل علشان يطفي درع الحمايه بدل ما سونيك يتحمل عليه شرب، بعد كده يمشي باسلوب العين صابتني ورب العرش نجاني لانهم ما يعرفوش اي حاجه في المكان جوه اصلا. وبيوصل الفريقين للندن، عم ايجمان بيطلع من البلاعه وسونيك واللي معاه بياخدوها مواصلات عادي، وبيوزعوا نفسهم كل واحد هيقوم بحاجه معينه، وتوم ومادي بيغيروا شكلهم بالهولوجرام، وبيتفقوا ان هم اللي هيحطوا الفلاشه وتيلز هو اللي هيعطل الافخاخ، وسونيك وقتها هيروح يجيب المفتاح. واما ناكلز فهيعتمدوا عليه في القوه، وهيدوا مهمه كسر الازاز والسقف في حاله الطوارئ، حاله الطوارئ بس ماشي. وبينجح توم ومادي انهم يتقمصوا شخصيات ناس
ناس موجودين في المكان وبيدخلوا علشان يحطوا الفلاشة بتاعة تيلز اللي هيقدر بيها يخترق الحماية بتاعة المكان. وقتها توم بيلاقي فلاشة تانية محطوطة جنبهم وعلى بادج واحد بشنب كده عرفنا بتاعة مين يعني. في الوقت ده بيظهر قدام تيلز ان في بصمتين حرارة في القبو، وده معناه ان في ناس تانية موجودة في المكان واللي بيكون الدكتور إيجمان وجده. وبيقدر تيلز يخترق جزء من حماية المكان وبيفتح ماسورة الصرف الصحي اللي بتاخد الغواصة في طريقهم واللي بيكون جواها تايلر وشادو. اما إيجمان وجده فبيوصلوا لمكان الحماية بالليزر والمطلوب منهم انهم يعدوا منه للناحية التانية. بيفضلوا واقفين كده شوية لحد ما إيجمان بيزق جده، وساعتها الليزر بيفضل يتشتت حواليه بس مش بيتصاب بأي أذى. فبيروح إيجمان بكل فخر يقف جنبه ويقول له انا عملت البدلة دي مخصوص علشان تشتت أشعة الليزر، بس ما كنتش متأكد انها شغالة كويس يعني، فقلت اجربها عليك، ولو خرجت سليم تبقى شغالة ولو اتقطعت حتت تبقى بايظة. فجده بيقول له يا عادل يا ابني تعال واطي وانا فخور بيك جدا. وبينسوا هما الاتنين المهمة وبيفضلوا يرقصوا ويعقبوا جوه الليزر. وفي الوقت ده تيلز بيكون شايفهم وبيعرف سونيك انهم قربوا من المفتاح، وسونيك بيتعصب وبيقول له انا لازم ادخل المكان دلوقتي، مش هفضل مستنيك لغاية ما تعطل نظام الحماية ده. وبمساعدة تيلز بيقدر يدخل المكان وبياخدها جري لحد ما بيوصل للقبو وبيلاقي إيجمان وجده قدامه. فبيقول لهم تصدقوا انتوا عالم تافهة يعني، انا عمال بجري واخترق انظمة حماية وانتوا قاعدين ترقصوا في الليزر. فبيحاولوا يجروا علشان ياخدوا المفتاح قبله بس بيقعوا في فخ بيزود الجاذبية وبيلزقهم في الارض. وسونيك هو كمان بيقع في فخ الجاذبية ولكن بيكون عكس الاول عشان الملل يعني، وبيرفعه عن الارض وبيكون مش قادر يتحرك. في الوقت ده بتدخل الجنرال روكويل وبتعرفهم انها كانت على علم بالخطط دي كلها من الاول وانهم كانوا عايزين يسرقوا المفتاح، وبتعرفهم انهم زباين ممتازة وقعوا في الفخ بسرعة. وبعدها على طول بتدخل القوات بعد ما بيقبضوا على مادي وجوزها وكمان تيلز. فناكلز بيقول لسونيك ما اظنش ان في طوارئ اكتر من كده، وسونيك فعلا بيديله الاشاره انه يبدا يتحرك وفعلا بينفذ وبيقوم مندفع ناحيه الازاز والسقف وبيكسرهم. وكمان بياخد من روكويل الجهاز بتاع التحكم في الجاذبيه، اخد الجهاز يتحكم بقى بس هو دماغه مش بتساعده يفهم الجهاز ده شغال ازاي، فبيقوم مدغدغه. وساعتها بدل ما الافخاخ بتتعطل بتشتغل كلها، وبنلاقي ان في ناس لازقه في الارض وناس بتاكل سوشي في الجو والدنيا خربان، وفي مساحه كبيره من السقف بتبدا تنهار وبتبقى تقع على توم ومادي. وفي الوقت ده بيقع المفتاح على الارض وبيبدا إيجمان وروكويل يمسحوا بلاط الوكاله حرفيا علشان يوصلوا ليه. ولما سونيك بيشوف ان السقف هيقع على اصحابه بيستجمع كل قوته وبيندفع بسرعه علشان يبعد الصخره الخرسانيه دي قبل ما تقع على دماغهم. وساعتها نظام الجاذبيه بيتعطل، فروكويل بتاخد المفتاح بسرعه قبل إيجمان وبتطلع تجري بيه. واول ما بتخرج بره بتلاقي القائد والترز في وشها، فبتتخض وبتقول له ايه ده انت ما متش؟ فبيقول لها يرضيك يعني اسيب المفتاح ده يقع في ايد الناس الغلط على اساس انه بمزاجك يعني. المهم يعني بيشكرها انها حافظت عليه وان هي جابته لحد عنده كمان، وبياخد منها المفتاح وبيأمرها بتنظيم تعزيزات. وبعد ما بتمشي بنكتشف ان ده كان توم ومتقمص شخصيه القائد، ولسوء حظه بيلاقي شادو واقف قدامه بيضربه ضربه بالطياره بعيد وبياخد منه المفتاح. ولما سونيك بيشوفه واقع على الارض بالشكل ده بيطلع يجري عليه بسرعه وهو مرعوب وخايف لا يكون حصل له حاجه. وشادو بيفضل واقف وبيفتكر نفس الموقف اللي كان موجود فيه لما بنت البروفيسور ماتت، وبرضه مش بيرجع عن اللي في دماغه وبيروح يدي المفتاح لإيجمان. واللي بكده بيكون هو وجده معاهم المفتاحين ويقدروا يدخلوا غرفه التحكم بتاع اختراعه المدمر. وفي الوقت ده بيكون تايلر لسه طالع من الميه وبيروح على طول يتصل بالدكتور إيجمان وبيقول له ان شادو قال له كلام مفاده يعني ان جده ده راجل مش سالك ومش قايل له على الخطه كلها. بس إيجمان بيتخانق معاه وبيقول له قول بقى انك غيران من جدي المطرش ده وعايز تبعدني عنه. عموما بقى الاتفاق اللي بينا ملغي خلاص، مش عايزك تشتغل معايا يا عيله حقود، انضف بقى انضفه من جواكوا بقى. وبيحط إيجمان المفتاح مكانه، وساعتها بتبدا الميه تطلع من تحتها السلاح بتاع جد إيجمان. وفي نفس الوقت توم بيبقى في حاله خطيره وبتيجي الافعاس ايه. وساعتها توم بيكون في حاله خطيره جدا وبتيجي الاسعاف علشان تشيله، وده طبعا بيزرع طاقه غضب كبيره جدا جوه سونيك. وبيقول لاصحابه مفيش حل غير استخدام الزمرده الام، وحتى لو مش ناويين يساعدوه فهو هيشتغل لوحده. وبيفضل ناكلز يقول له انهم اتفقوا على عدم استخدام الزمرده في وقت الانتقام وان ده اختيار مش صح، وان هو دلوقتي علشان زعلان على صاحبه وبيفكر في طريقه الانتقام دي. فبيقول له سونيك انا عايز اوقفهم باي طريقه، والحل الوحيد واللي فعلا هينفع هو حل الزمرده دي. وبيطلع على طول على الحارس واللي بيكون وايد اللي كان في مسلسل ناكلز، وبيعرفه انه جاي علشان ياخد الزمرده. فبيقول له اسف ما اقدرش اديها لك، انا هنا افديها بحياتي زي ما انت شايف كده. المهم ان سونيك بياخدها من على الارض لان العبيط كان بيلعب بيها جولف اصلا، وبمجرد ما سونيك بيلمسها بيتحول لسونيك الذهبي. وعلى المركبه بتيجي لشادو لحظه ادراك وبيسال البروفيسور هو ده فعلا اللي ماريا كانت عايزاه؟ فبيقول له مش مهم كانت عايزه ايه، المهم ان احنا هننتقم للي عملوا فيها كده. وبيبدا يفكروا باليوم اللي القوات اقتحمت فيه المكان وفي طلقه جت غلط في واحده من الانابيب اللي في المختبر والكل فقد الوعي. ولما بيفوق شادو بيكتشف ان ماريا فرقت الحياه، وده اللي بيرجع يثير مشاعر غضب جواه وبيطلع يجري بسرعه رهيبه في حركات دائريه علشان يعمل انصهار للب السفينه وبيستعدوا للاطلاق. بس إيجمان بيعرف متاخر السر اللي جده كان مخبيه عليه، وهو انهم مش هيدمروا المنظمه بس او يسيطروا على العالم
عم، دول ناويين يدمروا الارض بالكامل بما فيهم هم واللي معاهم. وقتها جده بيفضل يقول له انت عايز ايه من الحياه يعني، كده كده محدش بيطيقك. فبيزعل جدا وبيقول له انا ما صدقت لقيتك، احنا ممكن نعيش مع بعض كعيله والسلاح ده عم تصرف فيه، يعني اعمل فيه اللي انت عايزه. فالجد بيزعق له ويقول له انا ما عنديش عيله، انا من اليوم اللي ماريا ماتت فيه من 50 سنه وانا عيلتي اتدمرت خلاص، ولازم ادمر كل اللي كان السبب في موتها. واثناء ما ايجمان بيكون مصدوم من اللي بيحصل، بيكون شادو خلص مهمته وبيعرف البروفيسور ان السلاح هيتشحن كمان 10 دقايق. فاثناء ما هم منتظرين نهايتهم بيلاقوا حاجه منوره بتعدي من جنبهم بسرعه، وبيكونوا فاكرينه صاروخ، ولكن بيطلع سونيك وبيدخل يخطف شادو من وسطهم ويطلع بيه، وبيفضل يدفعه لتحت لحد ما بيقع على الارض. وبيقول له شادو انت بتهاجمني ليه دلوقتي؟ انت بتعمل زيي بالظبط وعندك نفس دافع الانتقام. بس سونيك بيقول له انا عمري ما هكون زيك. وبيفضل شادو وسونيك يضربوا في بعض لغايه ما بياخد ضربه بتوقع الزمرده وبيرجع لطبيعته، فبيطلع يجري عليها هو وشادو في نفس الوقت، وبيتحولوا هما الاثنين لاقوى نسخه منهم. وبطبيعه الحال بيكون شادو اقوى من سونيك وهو خارق، لانه هو اقوى منه في الطبيعي اصلا. وبيفضل يدب في سونيك لغايه ما يقول يا بس، وبيفضل يقول له فين صحابك؟ اكيد حاولوا يمنعوك تجري ورا موتك بس انت ما سمعتش الكلام لان غضبك كان اقوى منك وما خفتش حتى على عيلتك. وساعتها بيتعصب سونيك جدا لانه جاب سيره عيلته، ما تجيبش سيرة خالد وبيقوم مديله ضربه بتطلعه لغايه القمر. لا بجد هو بيروح لغايه هناك. في السفينه بنشوف ايجمان وصل لاعلى مراتب العقوق لما بنشوفه هو بيضرب جده وبيحاول يوقف مخططه الشرير، بس هو بيكون معاه اسلحه وادوات كتير جدا وايجمان مش بيقدر عليه. وبنرجع لسونيك واللي بيكون فعلا قدر يتغلب على شادو وبيكون خلاص هيديله الضربه القاضيه، ولكنه بيفتكر كلام توم لما قال له ما تخليش غضبك ينسيك اصلك الطيب. فبيقرر انه هيسيب شادو ومش هيضربه، وبيفضل شادو يقول له انت خلاص اتغلبت عليا تعالى خد بطارك. ولكن سونيك بيقول له مفيش حد بيكسب في حلقه الانتقام، وبيفضل يقول له انه كان حاسس بنفس مشاعر الغضب دي لما فقد شخص عزيز عليه. ولكن سونيك بيرد عليه وبيقول له احنا تعرضنا لنفس المواقف، وحتى يا عم لو ماريا راحت هي عمرها ما كانت تتمنى ان كل الدمار والخراب ده يحصل بسببها. وساعتها شادو اخيرا بيفوق وبيندم على الفوضى الكبيره اللي حصلت بسببه، ولكن سونيك بيطمنه وبيقول له انهم هيصلحوا كل حاجه سوا وبيتحدوا يا معلم. وبيروحوا هما الاثنين وفي طريقهم للسفينه البروفيسور بيلاقي ان شادو بيخونه من وجهه نظره، وبيبعت له طيارات مسيره علشان تخلص عليه، ولكن هو وسونيك بيقدروا يدمروهم كلهم. فبيقول ايه الزهق وبيقوم رامي حفيده من السفينه، بس ناكلز وتيلز بيلحقوه في اخر لحظه وبيرجعوا بيه للسفينه، فبيشك جده في ظهره وبيطيروا بعيد. وفي الوقت ده بيكون القمر الصناعي بدا يطلق الشعاع وكلها ثواني ويوصل الارض، فبيروح سونيك وشادو يقفوا قدامه لحد ما الباقيين يقدروا يوقفوا الشعاع ده. وبتيجي لايجمان فكره وهو انه يبعدوا عن نطاق الارض من غير ما يوقف، وفعلا بيكون قدر يعمل كده، بس سونيك بيكون فقد كل قوته وبيفقد الوعي، فبيطلع له تيلز بسرعه علشان ينقذه، فبيفقد الوعي هو كمان، وده اللي بيخلي ناكلز يطلع يلحقهم هما الاثنين قبل ما يصطدموا بالارض. على السفينه بيكون شادو موجود مع الدكتور ايجمان واللي بيقول له خلاص كلها ثواني والمفاعل ينفجر، فبيقرر انه هيبعت رساله لتايلور قبل ما يموت، وبيقول له انه ما قدرش يحكم الارض بالشر ولكن هو قدر ينقذها. وقبل ما البوم تك والفرقعه دي تحصل انا عايزك تكون عارف ان انت الشخص الوحيد اللي كان طايقني على الارض دي كلها، وعلشان كده انت اعز صديق ليا. وبيحاول شادو يبعد المفاعل على قد ما يقدر عن الارض علشان لما ينفجر محدش يتصاب باذى. وبيشوف سونيك مع اصحابه انهم بعد ما وصلوا الارض خلاص المفاعل هينفجر في الفضاء، والدكتور ايجمان وشادو قرروا انهم يضحوا بحياتهم علشان ينقذوا الارض كلها. وبيعتذر سونيك لاصحابه انه هرب وسابهم بالطريقه دي، وبيقول لهم انهم فريق توب التوب ومفيش حد زيهم في الدنيا. طبيعي يعني هو في انافت بتتكلم. المهم بعد فتره بنشوف توم واللي بقى في حاله كويسه، وبترجع العيله لحالتها الهاديه من تاني، وبيعيدوا السباق اللي كان في اول الفيلم، والمره دي بنشوف سونيك وهو بيكسب بجد. ولما بيبقى لوحده في نص الغابه بتظهر له روبوتات شبهه بالظبط وبيكونوا عايزين يخلصوا عليه، بس فجاه بتظهر من وسطهم انفده تانية جديده واللي بيكون اسمها ايمي، ولا كده هنشوفوها كتير في الاجزاء الجديده من فيلم سونيك. فيلمنا النهارده بيبدأ في سنة 1982 في عالم بيعيش فيه البشر والشخصيات الكرتونية في نفس الوقت، يعني عادي مع بعض. وبنشوف السنجاب ديل واللي بيكون نازل من الباص، وده أول يوم ليه في المدرسة. ولما بيدخل الفصل بيصبح على عيال ولكن محدش بيرد عليه، وبيقول إيه الإحراج ده، وبيقوم مدخل القلم في عينه علشان يضحكه. صدق انت عارف، ولكن العيال بيخافوا منه ومحدش بيصاحبه خالص. وقت الاكل بيكون قاعد بياكل لوحده بعد الحركه التعبانه اللي هو عملها دي، وبيجي له سنجاب تاني اسمه شيب وبيحاول يواسيه ويعرفه ان الحركه اللي هو عملها بالقلم دي يعني حركه جامده، وان هم بس مجرد ناس جهله ما بيفهموش في الفن. ولكن ديل بيقول له يا عم سيبني في حالي يا عم، يا ريتني ما عملت كده. ولكن شيب بيقول له عادي على فكره، يعني وقت الفزلكه بقى اكبر مخاطره ممكن تعملها هو ان انت ما تخاطرش اصلا. يلا قوم كده اغسل وشك وخد لك دش ساقع وانزل 10 ضغط وفكك من العبط. لما بيتكلموا مع بعض شويه بيحسوا ان دماغهم التلفانه دي
يعني ايه قريبه من بعض، فبيبقوا صحاب وبيعيشوا طفولتهم كلها مع بعض. وبعدها بيبداوا يعملوا مسرحيات والناس بتحبهم، وبيكتشفوا ان هم موهوبين جدا في الكوميديا بالذات، وده اللي بيخليهم ياخدوا بعضهم ويروحوا هوليوود في كاليفورنيا، وبيفضلوا يعملوا هناك اعلانات، ولكنهم مش بيمثلوا يعني، بيعملوا اعلانات صغيره، ومره في الثانيه في الثالثه بتجيلهم مكالمه وبيعرفوا فيها ان هم هيتعمل لهم عمل فني خاص بيهم هم لوحدهم. بقول لك لو رنيت على الرقم ده تاني انا هجيبك واحد على الخبر. وهيكون اسمه كتيبة النجدة، والشخصيات اللي هيكونوا موجودين معاهم هو شكل، موهوب، وزنان. وفكرة المسلسل باختصار ان هم محققين وبيحللوا الجرائم اللي في المدينة بس كده، ودي بقى بتكون الانطلاقة بتاعتهم، وبيتشهروا هما الاتنين وبيعملوا مواسم كتير جدا منه. ومع الكلام ده كله بندرك ان شخصية ديل هي شخصية مرحة وبتهزر كتير، عبيط يعني، وشيب بيكون على النقيض، أو يعني مش على النقيض أوي، هو ايه نص واحدة سن، بيكون حد عاقل شوية وبيفكر بمنطق، معقد يعني، وده اللي بيخلي ديل هو السنيد في الكوميديا، او الشخص التاني اللي بيتعمل عليه الافيهات وبيطلع مسرح، وده بيكون في الحالتين يعني، في التمثيل وفي الحقيقه. ومع الوقت ديل بيبدا يحس وبيبقى متضايق جدا، ولكنه مش بيقول. وبعدها ديل بيقول لشيب انه مضى مع مسلسل تاني ولكنه هيكون فيه لوحده، وشيب فعلا بيتضايق جدا، بيقول له انت لا ابنكم شكاير الغدارين، بقول لك ايه، احنا نلغي مسلسل كتيبة النجدة ده ونفضها بقى. بس ديل بيقول له لا انت كده كده المفضل عنده، فمش واقفه عليا. وديل فعلا بيرد على مدير اعماله وبياكد له انه هيعمل المسلسل الجديد، وشيب بيمشي من المكان وبيكون متضايق جدا من ديل. وبعدها المسلسل الجديد بتاعه بيفشل من اول حلقه، او كمان مسلسل كتيبة النجدة بيتوقف عرضه لان ديل ناقص من المسلسل، وحرفيا عيل ناقص. وبتعدي السنين وبنشوف ديل وهو لسه موجود في نفس مجال التمثيل، ولكن بيكون مفيش حد عارفه. ودلوقتي بقى يطلع لايفات على تيك توك ويفكر الناس بنفسه، يعرفهم ان هو البطل اللي كان موجود في مسلسل كتيبة النجدة، وانه كمان هيعمل اجزاء جديده من المسلسل. وبيكون الكلام ده يعني ايه كلام في الهوا، لان مفيش اي حد من صناع العمل قال له حاجه. وبيكون شكله اتغير جدا لان هو عمل عمليه تجميل وتحول ل 3D. وبيتكلم مع سونيك اللي هو فرع سوق الجمعه ده، وبيقول لديل ان هو عايز يرجع يتعرف تاني زي الاول. فديل بيقول له طبعا ايه كمان. فسونيك بيقول له انا عايز الناس تحبني لشخصيتي مش لشكلي، الناس دي سطحيه قوي يا صاحبي. فديل بيقول له ايه كمان يعني، اتمنى ما انت قاعد مع المصباح السحري. بيقول له انا بكلمك بجد والله، بتوع الميمز دول ما رحمونيش يعني. الوقت اللي نزل فيه الاعلان فضلوا يقول لك ان هم خايفين مني ومن شكلي، واللي يقول لك ان هم اشتروني من سوق الجمعه، واللي يقول لك ان اسناني شكلها وحش. بس اقول لك ايه، الكلام ده كله هيتغير. فديل بيقول له ازاي يعني. فبيرد عليه وبيقول له خلاص انا جالي دور جديد وهكون شغال فيه مع ضباط الاف بي اي، وهيكون اسمي في المسلسل سونيك القبيح. وتايجرا بتقول لديل ان هو لو كان معاه شيب دلوقتي كان زمان بقى في ناس كتير متابعينه اكتر من كده. فبيقول لها فعلا والله انا بقالي كتير ما كلمتوش، انا ممكن اكلمه قريب. وبنروح لشيب اللي بيكون ساب التمثيل وبقى موظف عادي جدا، وبيكون شغال في التأمينات وبيكون شاطر جدا في شغله، وكل الناس اللي في الشغل بتحبه، ولكنه بيكون مش عايز يكون صداقات مع اي حد. وبيعرضوا عليه ان هو يخرج معاهم يعني ده على طول، ولكنه دايما بيتهرب منهم. وبياخد لقب موظف الشهر، وده تقريبا بياخده كل شهر، وده بسبب ان هو شاطر جدا. عامه الواد ده عصفور. ولما بيروح بيته بنلاقي ان حياته روتينيه ومنظمه جدا 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 يعني بشكل اوفر. ولما بيبص على التليفون الارضي بيلاقي ان في رساله مسجله جايه له، وبيلاقي شكل صاحبه اللي كان معاه في مسلسل كتيبة النجدة بيستنجد بيه، بس المره دي بجد يعني. وبيعرفه ان هو في مشكله كبيره جدا ومحتاج مساعدته في اقرب وقت. ولما شيب بيروح له البيت بيعرفه ان هو عليه فلوس كتير لعصابه الوادي، وده بسبب ان هو اخد منهم جبنه وما دفعش حقها. شيب بيقول له الله يخرب بقى هتتخطف عشان حته جبنه. بعدين ما لقيتش غير اللي اتكلمه يعني، ما تفتكرنيش غير في المشاكل انت. فشكل بيقول له انت هتقول فيها انا فعلا لو ما دفعتش الفلوس دي هيخطفوني ويخلوني اعمل افلام مسروقه ومتقلده من افلامنا القديمه. فشيب بيقول له اساعدك يعني، ساعدك وامري لله حاضر. الصاحب ليه عند صاحبه ايه، اقول لك انا ليه عنده ايه. شير لايك سبسكرايب اشترك في القناه، عايزين نوصل 100,000 يا جدعان يعني، عايزك تشعبوا لي الدنيا كده. ومره واحده ديل بيدخل عليهم وبيتفاجئ ان شيب موجود. وبنعرف هنا برضو ان شكل كلم ديل علشان يساعده وبيسلم على شيب، وبيكون بيعامله ببرود ومش طايقه وكارف له على الاخر. وديل بيحاول يتاسف لشيب وبيقول له ان هو اسف انه كان السبب في وقف مسلسل كتيبة النجدة، ولكن الحمد لله يعني انت لسه تمتلك الحكمه. الحكمة لديه الحكمة. فشيب بيقول له عم عادي كده كده ما بقاش مهم بالنسبه لي اي حاجه من دي، يا عم انا مبسوط في حياتي دلوقتي كموظف. وديل بيحاول يلمح له ان والله في بيدجات كتير على الفيسبوك بيقولوا انهم نفسهم جدا ان مسلسل كتيبة النجدة يرجع تاني، ولكن شيب بيرد عليه وبيكون فاهم قصده. بيقول له بقول لك ايه انا مش مهتم اصلا بموضوع التمثيل دلوقتي. بيسيبهم وبيمشي، وبيقول له شكل لو محتاج اي مساعده ما تكلمنيش خالص، فلوس ايه وزفت ايه اللي عايزني اسددها لك وانا لا اكل. وبعدها شيب بيروح على بيته وبيكون زعلان جدا على اللي حصل له هو وديل، وانهم ما بقوش صحاب زي زمان يعني وبتاع. وبعدها بتجيله مكالمه بيقول يا دي النيله مش هنخلص بقى من ديل، ولكنه بيعرفه انه شكله كده والله اعلم اتخطف، والبوليس موجود دلوقتي في بيته وعايز يحقق معانا لان احنا اعتبر اخر 2 شفناه. فشيب بيقول له طب ماشي سلام. المهم ان شيب بيوصل للمكان وديل بيكون واقف مستنيه، ولما بيجي الشرطي بيعرفهم ان لو فعلا عصابه الوادي هي اللي خطفته فهم مش هيعرفوا يوصلوا لهم. بيعرفهم ان هم
هم بقالهم فتره كبيره بيحاولوا يوصلوا لهم، ولكن زعيم العصابه سويت بيت دايما بيكون سابقهم بخطوه. وبتجيلهم شرطيه تانية واللي بيكون اسمها إيلي، بتعرفهم انها بتحبهم جدا وانها كانت بتتابعهم وهي صغيره، وانها بقت شرطيه لانها كانت متعلقه بالمسلسل بتاعهم زمان. وبتعرفهم ان سويت بيت بيدير كل عملياته من بيت اسمه بيت الاستغلال، ولكن عمرهم ما هيعرفوا يوصلوا له، ولو عرفوا مكان البيت ده يبقى هيعرفوا مكان القائد ومكان شكل صاحبهم. وديل بيتحمس جدا وبيحاول يقنع شيب انه يدور معاه على البيت، وشيب ما بيكونش مقتنع في الاول، ولكن على مين؟ ديل بيفضل يزن على دماغه لحد ما بيوافق، وبيتفقوا انهم يروحوا للبقال اللي شكل اشترى من عنده الجبن. وفعلا لما بيروحوا له هناك بيحسوا ان المكان مش تمام، واول ما بيقابلوا البياع اللي جوه بيحاولوا ياخدوا منه اي معلومه ويتدحلبوا معاه في الكلام كده، ولكنه بيرفض وبيشك فيهم، بيقول لهم انتوا حكومه صح، ولكنهم بياخدوه في الكلام. وديل بيعرفوا انهم ممثلين، والبياع وقتها بيقول لهم عز الطلب يا عم انت بتقول ايه؟ ده المدير بتاعي سويت بيت بيحب الممثلين جدا، وبيربطهم وبيوديهم لمكان حلو كده، انت كده كده رايحين هناك وهتشوفوا المكان. وبيقابلوا واحد نظره على قده بره، يعني هو على قده خالص لا عينه بصراحه يعني. المهم بياخدهم لمكتب سويت بيت، والآن مع المفاجأة الكبرى بنكتشف ان سويت بيت ده بيطلع هو بيتر بان، كأنه مختلف شويه، اعزب، اصلع، اتخن، ولكنهم بياخدوا بالهم ان بيتر لابس سمارت ووتش في ايده فيها عدد الخطوات اللي بيمشيها كل يوم، وبيحكي لهم قصته وبيعرفهم انه بعد فيلم بيتر بان انا اتشهرت ان انا طفل مش بيكبر بقى في الفيلم يعني، ولكن بعد ما كبر وطلع له شنب ورعرع كده شركه الانتاج تخلت عنه، قالوا له اتفضل اطلع بره انطر قبلك يا وده اللي بيخلي بيتر بان يزعل جدا لانه باختصار بقى فقير، ولكن ما وصلش لمرحله انه يفتح لايفات على تيك توك، لسه في الطريق. وبيبدا يعمل افلام مسروقه بكاركترز مسروقين من افلام تانية، طبعا بيكونوا ممسوخين وشكلهم وحش علشان ينتقم ويكون هو المتحكم مين يمشي ومين يكمل معاه. شيب بيقول له انا مالي بالقصه دي كلها، انا عايز شكل صاحبي علشان نمشي، ولو الموضوع في الفلوس اللي عليه وهي اللي هتطلعه يعني خلاص هنضطر ان احنا نلم الموضوع مع بعض وندفعها له، ولا ايه يا نجم؟ فبيتر بيقول لهم لا مفيش الكلام ده والله، لا بفلوس ولا ببلاش يعني اللي بيدخل معاه ما بيطلعش، وبيكون عايز يخطفهم هم كمان، ولكنهم بيقدروا في اخر لحظه يهربوا منه في قعده الحمام لحد ما بيطلعوا منها على خير. وديل بيقول لشيب ان هم ممكن يتتبعوا بيتر ويعرفوا مكان بيت الاستغلال ده عن طريق عداد الخطوات اللي في السمارت ووتش بتاعته، وبعدها بيروحوا لإيلي وبيحكوا لها عن كل اللي شافوه، وهناك بيرسوا على خطتهم وانهم هيسرقوا الساعه بتاعت بيتر بان علشان يعرفوا بقى يا عم الكلام اللي انا قلته من شويه، وقتها يعرفوا مكان بيت الاستغلال وكده. المهم بعدها ديل بياخدهم للاوضه بتاعته وبيكون موجود فيها كل حاجه تخص المسلسل اللي بتاع كتيبه النجده، ولكن شيب بيلاقي خريطه كبيره محطوطه على الحيطه وموجود عليها دبابيس، فبيعرفوا ديل ان الاماكن اللي فيها دبابيس دي هي الاماكن اللي انتشر فيها مسلسل كتيبه النجده. فشيب بيسال إيلي وقتها وبيقول لها انت من انهي بلد، وبتعرفوا انها من البانيا، وشيب بيرد عليه وبيقول لها على الخريطه ان البانيا ما كانش بيتعرض فيها المسلسل اصلا، فبتقول له ان جدتها كانت بتسجل الحلقات وبتبعتها لها زمان. فديل بيقول لها طب انت بتحبي انهي حلقه من المسلسل؟ تقول له مش عارفه والله بس انا بحب المسلسل كده بحبهم كلهم. بيقول لها تمام، وبيبداوا يحطوا خطه علشان يدخلوا البيت بتاع بيتر وياخدوا منه الساعه السمارت ووتش بتاعته، والخطه بتكون كالتالي، هو انهم هيعملوا نفسهم سباكين ويدخلوا فعلا لاوضه بيتر، وبيتر بيسيب الساعه بتاعته جوه الدولاب، وبيروح ديل وشيب علشان ياخدوها، وبيقف قصادهم تعبان ولكنه بيكون عارفهم، وبنلاقي ان التعبان ده اصلا بروديوسر وبيشغل لهم بيت وبيحلف عليهم يغنوا الاغاني الشهيره بتاعته، فديل بيحاول يغنيها له علشان يلهيه، وفي نفس الوقت شيب بيحاول يفتح الدولاب، ولكن التعبان بيجي له بيساله انت بتعمل ايه هنا؟ فبيبدلوا الادوار بسرعه وشيب هو اللي بيبدا يغني له، وديل هو اللي بيروح يجيب الساعه وبيطلعوا منها على خير، وبيروحوا لإيلي واللي بتكون مستنياهم بره بالعربيه، وبيبداوا يحكوا لها عن كل اللي شافوه في البيت بتاع بيتر، ولما بيوصلوا الساعه بجهاز التعقب بيبداوا يدوروا على مكان بيت الاستغلال، وبعدها بيلاقوه فعلا وبيفرحوا جدا انهم لقوا المكان، وبيظهر على شيب وديل ان المهمه دي يعني ايه بدات تحسن الاوضاع بينهم شويه، وبعدها بيروحوا للمكان وبيكون موجود معاهم الشرطي اللي هو الصلصال ده والقوات بتاعتهم، ولما بيدخلوا المكان بيفتشوه كله يمين شمال فوق تحت مش بيلاقوا اي حاجه ولا اي حد ما عدا اوضه واحده، واللي لما بيدخلوها بيلاقوا ان هو ده المعمل اللي بيتمسخ فيه الشخصيات الكرتونيه وبيخلوا منظرهم يقرف، واللي بتلاقي ان في كوبايه قهوه موجوده في المكان ولكنها بتكون لسه دافيه، وده معناه ان كان حد بيشربها يعني منطق، وده بقى بيقول انهم كانوا لسه موجودين هنا وحد بلغهم ان الشرطه جايه كده على الدغري في مرشد وسطي، وبيكون في جهاز وهو اللي بيتعدل عليه الشخصيات الكرتونيه، وبالغلط ديل وشيب بيدخلوا جوه الجهاز، فبيبدا الجهاز ان هو يعمل لهم سكان علشان يشوف يقدر يحولهم ليه، وقتها الجهاز فعلا بيمسك ديل علشان يحوله، وشيب بيحاول يطلعه من المكان ولكن ما بيعرفش، وفي اخر لحظه شيب بيقدر يقطع السلك بسنانه والآلة بتسيب ديل في حاله، ولو انت مفكر انها خلصت كده وتعشت احب اقول لك لا والله احنا لسه بنبدا وبندحرج المس، وده لان بعدها بتيجي اشعه الليزر دي واللي بيكون لو لمسوها بتحولهم لاي حاجه انت وحظك، وبيحاولوا يعدوا منها لان هم بياخدوا حبوب شجاعه لما
بيفتكروا ان الحركه دي عملوها قبل كده في حلقه ليهم زمان وبينفذوا الحركه فعلا. المهم لما بيطلعوا من الآلة بيلاقوا ان ودن ديل دلدلت لان هي اتحولت لودن ارنب وبيحاول يشيلها ولكنه مش بيعرف. بيتصدموا لما بيلاقوا على الحيطه اللي قدامهم اجزاء من الشخصيات الكرتونيه اللي اختفت، وفي نصهم بيكون موجود الشنب بتاع شكل صاحبهم، وبيعرفوا وقتها ان هم كده جم متاخر وان شكل صاحبهم اتحول خلاص. وبس كده مش بيلاقوا اي حاجه في المكان وبيطلعوا بره. لما بيطلعوا بره بيلاقوا عدد كبير جدا من الصحفيين مستنيينهم بره علشان يسالوهم شافوا ايه جوه. انهم بصراحه بيكون ما عندهمش اي طاقه يتكلموا مع حد، وده بيكون من زعلهم على صاحبهم اللي ما لقوش منه غير شنب. والشرطي بيبدا يمشي الصحفيين من المكان، وبيتر والناس اللي معاه بيكونوا مستخبين فوق سطح العماره. والراجل الاحول اللي معاه بيقول له طب نهرب بره البلد. فبيتر بيقول له لا انا عايز شيب وديل علشان احولهم لمسوخ هم كمان. فبيقول له طب هنعملها ازاي دي؟ فبيروح بيتر مطلع تليفونه ويعمل فولو لديل على الانستجرام. وفي تاني يوم بيكون ديل وشيب موجودين في اسم الشرطه، وبنلاقي ديل نزل ستوري على الانستجرام بيقول فيها ان هو هيكون في مؤتمر للمعجبين وبيديهم اللوكيشن بتاع المكان. طبعا دي بتكون اغبى حركه هو عملها. المهم ان ديل وشيب بيفضلوا يتعاتبوا ويتكلموا عن اللي حصل قبل كده. وشيب بيقول له انه ما كانش ينفع يسيبه زمان ويروح للمسلسل التاني، وبيقول له انه كان اناني وسابه لوحده وانه ما كانش عايز يقابله تاني، وده لانه كان مرتاح وهو لوحده والدنيا يعني بدات تبقى جميله، يعني ما فيهاش توتر زي دلوقتي. وشيب بيدي لديل عمله معدنيه عليها صورتهم في المسلسل، ودي بتكون من ضمن المجموعه اللي ديل بيحب يجمعها. وديل بيعرفه ان هو زمان ما كانش عايز يقبل الشغل في المسلسل التاني ده خالص، ولكنه كان مستني شيب يقول له ان وجوده كان مهم في المسلسل بتاعهم، انه مش مجرد سنجاب بائس صاحبه من المدرسه وكبر معاه وان هو غالي عنده كده. ولكن مره واحده بيقطع كلامهم ان ديل شم حاجه غريبه، وبتطلع هي دي ريحه برفان شكل صاحبهم. والحاجه الغير متوقعه ان الريحه دي بتكون طالعه من مكتب الشرطي وإيلي. فديل وشيب بياخدوا ديلهم في اسنانهم وبيطلعوا بره الاسم خالص. وشيب بيقول لديل خلي بالك بقى لان احنا دلوقتي والله اعلم يعني ان الشرطي وإيلي كانوا موجودين في عصابه بيتر من الاول، واحنا بس اللي ما خدناش بالنا. وبالذات إيلي دي بقى دي بتقول لك اتفرجت على المسلسل بتاعنا كله وهي عايشه في مكان ما اتعرضش فيه المسلسل اصلا. فديل بيقول له ما هي قالت لنا ان جدتها كانت بتسجل الحلقات وبتبعتها لها تشوفها، يعني انت مقتنع ان في جده هتقعد تتفرج على فيلم كرتون لا مسلسل كمان وتسجله وتبعته؟ ده ايه الفراغ ده؟ الناس الكبيره في السن ما بتحبش التكنولوجيا، او بمعنى اصح بيكون عندهم شبه اكتفاء من الحاجات اللي اتعلموها زمان. بعدين دي مش عارفه بتحب انه حلقه. فديل بيقول له ايوه علشان بتحبهم كلهم. فشيب بيقول له لا علشان ما شافتش ولا حلقه، وبتقول انها معجبه بالحلقات وبالمسلسل وكده علشان تكسبنا وتقرب مننا. ودي نظره واحد فاهم بس ساكت، يعني ايه العفو عند المقدره، حاجه مالهاش علاقه بالموضوع بس تمام. قول حبيت اقولها يعني دلوقتي. وإيلي بترن على ديل بس شيب بيمنعه انه يرد عليه، وبيقول له ان هم محتاجين يتكلموا دلوقتي يا مع الامن الوطني يا مع الاف بي اي. فديل بيقول له بس كده عنده، وبيقوموا رايحين لسونيك القبيح. ولما بيشوف ديل بيفضل يتريق عليه وبيقول له ان هو شبه امنيه ودن. تقريبا سونيك ما عندوش مرايات في البيت. المهم ان ديل بيقول له انه عايز يكلم اي حد من الاف بي اي بما انك تعرفهم يعني وبتصور معاهم، وده لاننا معانا معلومات سريه وكلام كتير لازم يعرفوه، فانجز كده وخليك سريع. سونيك بيقول له لا السرعه دي بتاعت سونيك التاني، انما انا غلبان انا في العادي منه يمكن ابطأ كمان. وهم بيتكلموا بيلاقوا ان بيتر وعصابته جايين بيدوروا عليهم، فبياخدوا ديلهم في اسنانهم وبيطلعوا يجروا. والعصابه يا عم وعليكم السلام يا عم احلى بتخلص مسا ايه دلوقتي؟ احنا في اول النهار الساعه 7 الصبح. طب سلم على الناس تعالى قول اي حاجه. السلام عليكم يا جدعان، احلى مسا عليك احلى مسا. بس كده ماشي. محتاج اي حاجه؟ اقفل الباب بقى. عدنا. فبياخدوا ديلهم في اسنانهم وبيطلعوا يجروا، وعصابه بيتر بتلاحظ وجودهم وبتطلع تجري وراهم. المهم بتفضل المطارده شغاله لغايه ما بالغلط بيمسكوا كابي، ده للعلم يعني كان شخصيه موجوده مع بيتر في الفيلم. فكابي بيقول له يا بيتر يا عم بيتر كبرت ايه القرف ده؟ وبيتر بيرد عليه بكلمه واحده كان بيقولها له زمان، وبيقول له يا عادل يا ابني. وبنواصل جري لغايه ما الاربعيني بيجي له شد عضلي في رجله، فبيكمل جري يدب مكانه وبيمسك فعلا شيب، وبيفضل ديل يجري لحد ما بيبعد عنهم خالص. وبعدها بنعرف ان إيلي والشرطي بيروحوا المكان خطف شيب، ولما إيلي بتحاول تثبت بيتر بالمسدس بيجي من وراها الشرطي وبيرفع عليها السلاح. وبنعرف بقى وقتها ان الشرطي كان شغال مع بيتر وقال اللي مخليهم طول السنين اللي فاتت دي ولا حد يقدر يوصل لهم ولا يوصل لمخبأهم، وانه كان بيلهي الشرطه عن الحقيقه علشان يتوههم لاكبر فتره ممكنه. شوف ظلمنا إيلي ازاي، تفكرها هي يلا. وبعدها إيلي بترن على ديل وبتقول له ان هي عرفت طريقه هتجيب بيها شيء من المقر بتاع بيتر، ولكن شرط هو انك تيجي لوحدك. وفي اخر كلامها بتقول له انها بتحب حلقه اصطاد حلمك من النجوم، وبيكون هو مش فاهم هي بتقول له كده ليه. فشيب بيقول لها طب ازاي نعيني ازاي ده هيفهم الشفره السريه دي؟ ده عبيط وامه عارفه. وبعدها ديل بيطلع على اصحابه موهوب وزنان علشان يساعدوه، والتليفون ديل بيرن وبيكون اللي بيرن عليه هو مدير اعماله، ولما بيرد عليه بيعرفوا ان هو وشيب بقوا حديث المدينه اخر فتره. وبنفكر كده ان احنا نعمله ايه عرض للمسلسل بتاع كتيبه النجده يعني كاستغلال لشهرتكم الفتره دي. فبيقفل في وشه وبيرمي التليفون. وقتها بيكون بيتر ماسك شيب وربطه في الاله وبيكون خلاص هيشوهه، بيقول له ايه رايك بقى نحط لك مناخير كلب في ديلك ودراعك يبقى في دماغك؟ فشيب بيقول له ايه القرف ده يا ابني؟ انا نفسي
ما عنديش اي مشكله انك تحولني لاي شكل تاني، بس اعملني حاجه طبيعيه. ايه لازمه العك كده؟ فبيتر بيشغل الاله وبيقول له طيب هجرب معاه، ربنا يسهل بس. وبيقطع كلامهم في اخر لحظه دخول ديل عليهم وهو راكب صاروخ، بيحطه في الاله وبيبوظها فعلا، وبيطلع شيب من الاله، وديل بيروح يطمن عليه وبيطلع كويس يعني. ومره واحده بيتر بياخد شيب وهو ماسك جمه في ايده ويقول لهم اي حد هيتحرك في المكان همسحه علشان هم كرتون وكده. فشيب بيقول له والله اللي حصل لك مش شويه، وانا كنت ردت من هوليوود وكبرت في السن وتمثيلك بقى على قدك ومستقبلك اتدمر، بس ان شاء الله خير يعني، كل حاجه اتحسن. وطبعا بياخد باله انهم بيحاولوا يستعطفوه، بس بياخد الجمه ولسه هيبدا يمسح شيب، الاله الغريبه دي بتعمل مجال مغناطيسي قوي وبتنفجر وبتحول كل جزء من جسم بيتر لشكل مختلف ومرعب ما عدا دماغه. وإيلي بتحاول تجري ورا الشرطي وبتحاول انها تمسكه ولكنها مش بتعرف وبيضربها وبيخنقها. وفي اخر لحظه بتحاول انها تجمده بطفايه الحريق وفعلا بتنجح في كده، ولما بيتجمد بتكسره. وبعدها بنرجع لبيتر اللي بيكون لسه بيهجم على ديل وشيب وبيجروا منه وبيدخلوا المكان الغريب ده، واللي بيكون هو ده اللوكيشن بتاع الافلام المسروقه اللي بيعملوها، ولكنهم بيدغدغوا المكان وبيطلعوا على السطح. وبيجي لهم سونيك بالهليكوبتر وبيحاول يلهيه لحد ما شيب يرفع ديل علشان يوصل زرار الرافعه اللي بيكون فيها شبكه وبتمسك بيتر. وشيب وديل بيفرحوا جدا لان هم خلاص مسكوا بيتر واحتفالات بقى وبتاع، وبيكون لسه التتر هينزل علشان نخلص من الفيلم الغريب ده، ولكن بيتر بيضرب بالمسدس اللي معاه على ديل وبيوقعه على الارض. وبعدها الشرطه بتقبض عليه وشيب بيحاول انه يصحي ديل ويفوقه كده وبتاع، لكن خلاص مفيش. وبيصارحه وقتها وبيقول له ان هو زمان وهو صغير كانش عنده اي صحاب خالص، وده اللي كان بيخليه يقول لامه انه مش عايز يروح المدرسه واحسن له انه يتعلم في البيت، وانه كان ضايع زمان بجد، وان هو كان محتاجه اكتر ما هو كان محتاجه. انا مش فاهم انا قلت ايه والله بجد، ان هو كان محتاجه اكتر ما هو التاني كان اكيد وصلت لك انا قصدي ايه، ولكني مع الوقت بدات احسسك ان انت الشخص التاني علشان احس ان انا الاول، وانا كنت لازم اقول لك ان انا كنت محتاجك جدا وقت ما اتعرض عليك المسلسل الجديد، وده اكبر غلط انا عملته، وهو ان انا اتكبرت وما قلتلكش ان انا محتاجك. وبتاسف له جدا على كل اللي حصل. الميت اهو الميت اهو حبيبه ميت. ولسه هينزل التتر بقى ونخلص بقى الفيلم ده، بس بيقوم ديل وبيكون سامع كل اللي شيب قاله، وبتكون الطلقه ما عملتش في حاجه لانها بتكون خبطت في العمله اللي موجوده على صدره. وبعدها بيروحوا يدوروا على شكل وبنلاقي شكل طالع من جوه بس ودانه كبيره كده بتكون كتيبه النجده اتجمعت تاني، وبيروحوا يشكروا إيلي على كل حاجه عملتها معاهم. وبعدها شيب بيقنع ديل ان هم يرجعوا يمثلوا مسلسل كتيبه النجده مره تانية، وبيوافق فعلا وبيرجعوا يكسروا الدنيا من تاني. وبكده نكونوا خلصنا ملخص فيلم النهارده. متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب. سلام.